لؤلؤة حبيبي معلش عوقت عليك بقى طول الليل شغل، يا دعارة يا مخدرات يا مخدرات يا دعارة، مش ملاحق على الشغل يا اقعد يا باشا اقعد، اتفضل يا باشا. ايه التنكر الاوفر ده؟ انا قلت له ابن الجزمه بلاش ختمين، ما سمعش الكلام، اعمل له ايه؟ ختمين ايه ده؟ في توأم هنا. انا بقول لك ايه، بص كده سوسه مفتوحه مش شايفها. مقفوله، ما تحط كاميرا وشاشه هنا وتبص براحتك. طب بقول لك ايه والنبي سيدي زي عليا، تقول لي واحده بيره. احنا في محل سمك. طب بيره بقى ما بتخنقنيش، اخلص تاجر. مساء الخير. ها حضراتكم تطلبوا ايه؟ احنا بنشوف، احنا لسه شفنا. اتفضل. عنده عايزين نص كيلو كباب صافي ونص كفته. بس حضرتك احنا محل سمك. اتفضل ادي الالفاظ، مش تاجر قاعد. معلش في تاجر. خلاص يا باشا خلاص. جرايه الكلاب يا سافر على الادب، في ايه؟ الباشا طلب كباب يجي له كباب. الله. خلاص يا حماده، روح شوف شغلك وسيب لي البشواني. اتفضل يا بهوات. الله عليك الله عليك. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. اتفضل يا بهوات. مساء الفل يا عم الجريمه والمشي الشمال. ازيك يا لؤلؤه؟ لا مؤاخذه رجاله، الاوضه مكركبه والجثث على الارض، الست اللي بتنظف ما جاتش النهارده. يا معلم هو احنا غرب؟ البيت بيتنا. لؤلؤه مين؟ ده واحد من الناس يا معلم، هو ده اللي هيشيل المخدرات اللي قلت لك عليه. ده مش قلت لي اللي هيشيل البضاعه واحد كان زميلك في السجن؟ هو ده اللي كان زميلي في السجن. كان موظف في الارشيف ولا ايه؟ رحت السجن في ايه؟ في متسوبيشي فضي يا معلم. ايه في قصه التهمه؟ ها؟ التهمه ايه؟ قتل. قتلت مين بقى؟ حد نعرفه؟ قتلت البرقوقي. البرقوقي صلاح يا معلم. بروي صلاح؟ الله يرحمك يا بروي. اني بروي فيه؟ نهار اسود، هو في كذا برقوقي؟ دول 9، انت نشنت غلط. بيتك بتاع العياط ولا بتاع البراجيل؟ بتاع العياط. قتلت البرقوقي بتاع العياط يا معلم. انت مالي ايدك منه يا لؤلؤه ولا ايه؟ ده يكون حكومه. طب بذمتك يا معلم ده شكل ظابط. انا عارف انك اكيد مش ظابط، انا قصدي موظف حكومه. ايه يا لؤلؤه؟ انت مش قايل للراجل ان احنا جايين نتاجر في المخدرات؟ والله العظيم قايل له. فين المخدرات؟ والله فين المخدرات يا معلم؟ تعالوا سيبونا لوحدنا يا شباب. ده معمل البودره بتاعي. الله، ده في حشيش كمان. حشيش ايه؟ لا ده خط انتاج البسطرمه، بس ده استخدام شخصي. دوقوا كده عسل. دوق. لا انا مبطل. الشباب هنا بيعملوا احلى بودره في البلد. ده اكيد بلبسهم ده بقى بيعملوا بودره تلك. ها؟ لا كلام معلمين، كلام كبار. اوزن لنا 2 كيلو من ده يا معلم عشان ندوق. وزننا 2 كيلو ندوق. لا ما هو ده مش ال3 ب10. بقى وانا اول مره اشتري مخدرات. اسكت. اوزن لي 20 كيلو من ده واديني ربع بسطرمه بندق بس. ايوه كده الكلام يحلو. لف لي يا ابني 20 كيلو وربع بسطرمه من بتوع انا المخصوص بقى. ايوه يا نقة. امك نامت؟ الله. قولي لي بقى لابسه ايه؟ انت عارف اني قتلت كام واحد من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي؟ كام يا معلم؟ 196 منهم اعز اصحابي ومراته. وقتلته ليه؟ عشان قفشني بخونه مع مراته. وطبعا قتلت مراته عشان ما تشهدش ضدك. لا قتلتها عشان كانت ست زنانه جدا جدا. وبعدين في الفتره دي انا كنت متجوز، لو كانت قتلت مراتي كانت هتبقى مصيبه، فاضطريت اقتل مراتي. حبيبتي عشان ما تتصدمش. لا عشان كان في بينا مشاكل ماديه كده. احيانا انا بسال نفسي، هو انا اللي وحش قوي ولا كل ده عشان اللي حصل لي وانا صغير؟ منك لله يا انكل سليم. مش لازم تحكي يا معلم، كفايه اللي انت حكيته قبل كده. هحكي لك كل حاجه في حياتي، خلاص انا قررت. بس الكلام ده ما يطلعش بره، ما حدش يعرف الموضوع ده غير انا وانت وانكل سليم الله يرحمه، وانا اللي قتلته. زمان وانا صغير انكل سليم كان بيجي ياخدني من تمرين الجمباز. مره واحنا راجعين واحده في العربيه. بس يا معلم بس ده انت معبي. السلام عليكم.
يلا انت كويس. ايه ده؟ انت لسه عايش؟ هو ده أنكل سليم؟ ايه اللي انت عملته في الوقت ده يا اخي؟ حرام عليك مش كده. أنكل سليم ايه؟ ده البرقوي صلاح. بتاع البراجيل؟ لا، بتاع العياط اللي انا قتلته. مش قلت لك الناس بقت وحشه قوي؟ والله ما انت قايم. بص انا هقوم انا اخد صينيه الكحك دي وهسيب لك البسطرمه بندق بس. تصدق يا معلم ان انا اللي ارتحت لك. اوعى. لا لو سندوتشات طعميه يبقى طبعا فيه من غير سمسم يا هناء. عارفه ليه يا هناء؟ لان الطعميه مليانه سمسم يا هناء. اقفلي يا هناء الله يخليك انا مرهق ارفع. ايه اللي دخل عليا ده بقى فين؟ ايه ده؟ انت مين يا؟ انت مين يا؟ دور واطلع يا خالد باشا. افتح مين؟ باشا افتح لي. مين؟ بلاش استهبال. ولا احنا الحاج قافل علينا ومحرج ما نفتحش لحد. لو عدى وشافك هيقطعك. غور يا ده انت فقر. يا عم قول يا محمد يطلع يا محمد. يلا هات الحلم. لو تريح قلبي وتقول لي انت مين؟ دور الكاميرا. ادور الكاميرا. وزي ما انتم شفتوا اعزائي المشاهدين فلتنا من عصابه تجاره المخدرات باعجوبه وبدون اي خسائر. ولعلمكم كل اللي انتم شفتوه ده كان بجد، ما فيهوش اي حاجه تمثيل، لان احنا ما بنعملش زي البرامج التانيه وبنجيب لكم كل حاجه بجد. عشان كده برنامجنا اسمه من الاخر. أعزائي السهرانين، أنا دكتورة سرايا الببلاوي، أخصائية العلاقات الزوجية. ابعتوا لي رسائلكم وأنا هجاوب عليها بنفسي. وما تنسوش ده مش خط ساخن، ده خط دافئ. الخط الدافئ مع سرايا الببلاوي. الخط الدافئ مع ثريا الببلاوي. مش عارف في حاجة. ازيك يا ثريا؟ في ايه يا خالد؟ في ايه؟ مش شايف المود اللي انا قاعده فيه؟ بس عموما كويس ان انت جيت. بقول لك ايه، هقولها سوريا ولا ثريا؟ ثريا يا حبيبي، احنا مش هنسيبنا بقى من الخط الدافي ده. كل الارقام اللي بتكلمك يا ثريا غلط، لان رقمك قريب من رقم مطعم. بس ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره مش صح. طب اقول لك على حاجه، انا بقالي يومين في واحده اسمها همسه تمني بتكلمني. ايه؟ اسمها ايه؟ همسه تمني. همسه تمني؟ طب بذمتك في حاجه في الدنيا اسمها همسه تمني؟ اكيد الراجل اللي بيشتغلك. بس بقى. الو، دكتوره سرايا الببلاوي، ممكن اعرف ايه مشكلتك؟ لو سمحتي انا عايز 2 حواوشي وعلبه طحينه وعلبه تورش. عادي، على فكره عمر ما جالك تليفون غلط خلاص يعني. لا انا ما اتكلمش، انا بس. الو، دكتوره سرايا الببلاوي، ممكن اعرف ايه مشكلتك؟ والله يا دكتورة سرايا أنا عندي مشكلة كبيرة جدا 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 مع أم علي. بتتأخر عليا جامد. أنا عايزاك تطمن، مفيش مشكلة ملهاش حل. أنا فهمت قصد حضرتك، حضرتك متضايق إن أم علي بتتأخر في الشغل فخايف ده يأثر سلبيا على علي. علي مين؟ ابنك أنت وأم علي. يا مدام بقولك أم علي اللي بطلبها من عندكم في المحل بتيجي متأخرة ولايحة واللبن مدلدق في الكيس. لايحة واللبن مدلدق في الكيس يا ثريا. انت عارفه ايه الحل؟ اطلب لنا سندوتشين حواوشي من المحل ده نجربه، لو طلع حلو شاركيه، ابرك من الخط الدافي. ياتي ما حدش بيكلمك والله. يا الله. حلوة ثريا الببلاوي. ثريا فيها. خالد ما تستهبلش، انا عارفه ان انت صاحي. الدرافت بتاع الكتاب بتاعي بيعمل ايه عندك في الحمام؟ كنت بقراه، مش قلت لي اقراه؟ وما لقيتش حته تقرا فيها غير الحمام يعني؟ الله، اعمل ايه يعني؟ قريت لحد فين؟ قريت لحد الحته على فكره عجبتني قوي يا ثريا قوي، بتاعه الطلاق ليس هو الحل، حقيقي حلوه. انت بتستهبل يا خالد، قريت عنوان الكتاب هو ده اللي انت قريته؟ هو العنوان ده شويه؟ انت مؤلفه وفاهمه، مش بيقول لك الكتاب بيبان من عنوانه يا شيخه. سيبك انت بقى. شفت حلقه النهارده بتاعه المخدرات؟ عملت حته قفله يا ثريا. فرقه في ايه يعني؟ هي حلقه زي كل حلقه، لما تبقى تعمل حاجه جديده والنبي بقول لي اتفرج. عندك حق. ايه ده؟ ميرنا بعتلي بتقولي كل سنه وانتم طيبين، ليه؟ مش عارف، وانا كمان عايز هو بيقول لي كل سنه وانتم طيبين. يمكن عاشوره؟ لا، شم النسيم؟ ما شمناها يا بنتي من اسبوعين، انت ناسيه؟ ثانويه نناه. لا هيقولوا لك كل سنه وانت طيب. ايه ده؟ نناه ما ماتتش اساسا. ايوه انا عارفه. امال في ايه يوم 26 ابريل؟ انتوا عارفين خالد حاجز هنا من 6 شهور عشان عيد جوازنا. بجد؟ اصل اول مره اتقابلنا فيها كان من 5 سنين على الترابيزه اللي هناك دي. بس على فكره احنا بقالنا سنتين بس فاتحين.
لا انا كان في مطعم قبلكم فاتح هنا برضه. لا يا فندم، اللي قبل كده كان كوافير مش مطعم. ما خلاص يا سيدي، خلاص هتحرجنا اكتر من كده. انا كنت فاتح كوافير حريمي وشقطها كسبوله. خلاص نورينا يا باشا. والله بنورك. بتفش فهم؟ اه يلا. هو في حاجه بتتقل مش فاهم. بينفخوا. انفخ. كل سنه وانت طيب. والله ما حسيت بيهم، 5 سنين عدوا عليا زي القطر يا سرايا. قطر. هابي انيفرساري. هاي كل سنه طيبين. ايوه انجي يا جماعه، انجي. سرايا وحشتني جدا. انجي. طيب يا خالد. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. نورتينا. ميرسي يا حبيبي، كل سنه طيبين. انجي. عايزك. انت عزمت انجي؟ حرام، صعبان عليا قوي من ساعه ما اتطلقت هي ومروان واحنا ما بنشوفهمش خالص. بس شفت حلاوتها ازاي؟ بقت زي القمر ما شاء الله. ماشي. عملت ايه يا خالد؟ عملت ايه يا سرايا؟ ما عملتش حاجه. لا عملت يا خالد، عشان لما بتعمل كده بتبقى عملت حاجه، الا بقى لو بقيت تشم بودره وانا ما اعرف. خالد ليه تعمل كده يا حبيبي؟ اعمل ايه؟ ليه؟ ناقصنا ايه؟ انا عايزه اعرف ناقصنا ايه عشان تشم بودره. ليه تعمل فينا كده؟ ليه؟ حرام عليك. اشرح لي. استنى. ايوه. انت عارف اخو لميا حصل له كده وديته مصحه، لازم نسالها المصحه دي فين ونلحق نتعالج بسرعه. لميا لميا ايه؟ احنا بننده على فجل، طلعتني مدمن وكذاب وكمان هتعالجيني. حبيبي انا لو شميت بودره هتعرفي اول واحده يا سرايا، عشان هيبقى بسببك. سرايا انا عزمت مروان. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا ريتك كنت شميت بودره يا خالد. دول ما شافوش بعض من ساعه ما اتطلقوا، انت فاهم يعني ايه؟ منين بقى ربنا يستر؟ احط البنزين جنب النار واقول ربنا يستر. مروان جه. بقول لك ايه؟ حلقي انت على انجي وانا هحلق على مروان. لو كوبايه اتكسرت مش هدفع تأمين. الكوبايه هنا مش الفلاني. مروان انجي ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ ايه اخبار الشغل؟ ايه الشغل؟ احنا حلوينا جامد. ها ميرسي، يعني بحاول كده يعني. انت ازاي عملت كده؟ يا مروان، انتوا اللي يشوفكوا كده سمنه على العسل ما يشوفكوش وانتم مولعين في بعض ساعه الجواز يا اخي. واحنا بعد الطلاق يا خلوده اكتشفنا ايه؟ ان الجواز كان هو السبب ان احنا ما كناش طايقين بعض. لا خدت بالك من الوقفه؟ سيبك من الكلام، خدت والتقل في الحوار كده والسن في اختلاف يعني. انت زرعت. لا والله ابدا، ده هو طلع تاني لوحده بعد الطلاق. لا ومش بس كده، بشرتي نورت، شعري ما بقاش يقع. وبقيت اعمل فلوس كتير وكمان بعرف احوش. بقيت بنام وبقوم وقت ما انا عايزه. كمان بقيت اسهر وقت ما انا عايز وارجع في الميعاد اللي يعجبني. دي الكبيره يعني. المشكله ما كانتش فيا ولا في مروان، المشكله كانت في الجواز، والطلاق والطلاق كان هو الحل. جاهزين يا والنبي. انت جايب لي سفاحه ولا موظفه خدمه عملاء؟ ما حضرتك انت ظالم قوي، انا جايب لك واحده مقطعه جوزها، اعمل ايه؟ انيس البداوي محامي الطلاق. ايه ده؟ خصم 15. بدوي. خالد بيه استاذ انيس فين؟ لسه داخل الجلسه حالا. لسه داخل الجلسه. ده هيطول. طب لما يخلص قولوا ان انا مستنيه تحت. تمام يا ماشي خالد زويل. خصم 15%. استاذ انيس الببلاوي. دفاع المدعي عليه يتفضل. حاضر يا فندم. سيدي القاضي، إن موكلي مطرب مشهور ومحبوب، وله العديد من النجاحات التي حققها قبل أن يتزوج طليقته السيدة إلهام، فكيف لها أن تطالب بنصف ثروته وممتلكاته؟ هذا غير منطقي وافتراء سيادة القاضي. خلصت؟ بسم الله. يا الله. انت بتعمل ايه؟ ثانية واحدة بس يا سيادة القاضي بعد إذن سيادتك، هنسمع حاجة للفنان بس. أهي اشتغلت أهي. نسمع مع بعض؟ لو كنت غالي عليك خد بالك. طلع في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه في الاغنيه دي يا انيس؟ خش في الموضوع يا انيس. ودلوقتي بعد ما سمعنا سيادتك، سؤالي للفنان، ازاي حضرتك عايز موكلتي تاخد بالها من روحها من بعدك وانت مش راضي تسيب لها حاجه اصلا؟ يا فندم انا كنت بغني لياسمين عبد العزيز، ده في فيلم، وبعدين لو اعرف ان الاغاني بتاعتي هتبقى ادله في محكمه ما كنتش غنيتها اصلا. تنفع تبقى ادله في محكمه وانا هثبت لك. معلش يا سياده القاضي بعد اذن حضرتك، معلش. دي مجله الترا اللبنانيه، بص حضرتك بقى كاتب ايه بقى هنا.
جميع أغاني مستوحاة من علاقاتي العاطفية التي أعيشها، وزوجتي هي ملهمتي الوحيدة. ويا ريت بقى نحط خطين تحت الوحيدة دي. ليه بقى حضرتك؟ لأن ده معناه إن موكلتي هي السبب الرئيسي والمباشر في كل أغاني الفنان، ومش عايز يديها نص ثروته، ده يرضي ربنا. وناخد مثال للتوضيح، مثلا يعني أغنية يا واد يا اسكندراني، موكلتي حضرتك زي ما هو مثبت عندك من مواليد مدينة الإسكندرية. صدفة دي؟ يا فندم انا غنيت عن اسكندريه كتير جدا، ده انا كان فاضل اغني للكبده الاسكندراني. انا مش معقول اديها نص ثروتي، انا مش ممكن ارضى بكده، مش هرضى. لا هترضى، لأنها هتجيلك بأمر مكتوب. نسمع مع بعض. والليلة دوب ولازم نرضى بالمكتوب الليلة دي، الليلة دوب. هو ده دليل؟ والنبي ما تزعل مني يا فنان، هنقول احنا لسه حبايب؟ يوه ما خلاص قلنا. هو بصراحة بقى انت اللي غلطان، ما كنت جيت لي من الأول. خلاص ما عادش يجي منه. هو ايه اللي ما عادش يجي منه؟ ما احنا لسه فيها. بص بقول لك ايه، انت الليلة دي تكتب لها فيلة القطامية باسمها. ايه؟ يا حبيبة قلبي يا بنت الناس، ده بيتك وده حقك، ومنى يا حبيبي تحس هوايا، ويا ريت لو بالعكس بقى، وانا اللي هقول لك. انا لعبتي هتقشعر هي، تردها. الحكم بتاع النهارده يبقى باطل، اسبوعين وتطلقها، وباذن الله تروح حافيه. طب وهتفرق ايه بقى المره دي؟ هيفرق كتير، هيفرق ان انا اللي هبقى المحامي بتاعك ساعتها يا نجم. ما تقراني فيه ايه؟ بدوي اكرته. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟ لا محامي طلاق، وخليك حافظ الطلاق انطلاق. يا نجم ازيك يا نجم؟ خالد ازيك خالد؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا ابو نصر؟ عامل ايه يا ببلاوي؟ صباح الفل خلوه. ابو نسب الراجل ده نسيبك؟ ده لسه مطير لي نص فلوسي دلوقتي. بقول لك يا خالد، مش عايزين تعملوا حفله كده في النقابه؟ فرح، طهور، عيد ميلاد، اي حاجه. انا حبيبك يا خالد. حبيبي طبعا يا نجم. حاضر، احنا بنحبك يا نجم. لا مش عايز اشوفك كده. شكرا يا خالد، شكرا حبيبي. السلام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه مستنيك؟ الطلاق ايه؟ انطلاق. ما انت شاطر اهو. يا ببلاوي انت عملت ايه في الراجل؟ ولا اي حاجه، انا كنت بعمل لمصلحته. انت اللي بتعمل ايه هنا؟ جاي اشوف قضيه كده عشان حلقه جديده. يا نهار اسود، انتوا ما بقيتوش لاقيين مواضيع تتكلموا فيها. مواضيع كتيره والحمد لله. انا بس يا اخي اللي بدور على حاجه جديده كده. الناس بتزهق بسرعه يا انيس. عايز قضيه سخنه ملهلبه، حاجه دسمه. تعالى هوكلك اكله سخنه وملهلبه ودسمه. تعالى. الف هلا وشفا يا استاذ انيس عظمه. معاك الله يا ابو زياد. اهو ابو زياد ده بقى خالد احسن واحد في مصر يعمل فشه وكوارع. روح الله يبارك لك يا استاذ انيس. ربنا يبارك لك يا ابو زياد. لا سيب لي المواسير شويه، انا بحب احبس بيها. يا سلام بس كده، والله العظيم انت ابن حلال مشفي. ربنا يبارك لك. انا كنت عايزك في حوار كده. تأمرني. انا وام زياد متخانقين خناقه جامده قوي، وانا بصراحه بص. طلقها. هي فين؟ واقفه في البلكونه، هي بتنشر. بس يا عيال والله لو ما سكتوش لاكلكم وانتوا صاحيين. سيبها تموت لوحدها، اوعى تطلقها. انيس الوليه مش سهله، ده رايي. خليهولك طلقها قبل ما تخلعك. بعد اذنكم 5 بقى يا رجاله. توكل على الله، شد حيلك. عرفنا ان الشغل زي الزفت. اخبار سوريا ايه بقى؟ لا يا راجل، عايزين تطلقوا؟ يا انيس وانا قلت حاجه؟ ما هو عشان ما قلتش. ما انا عارف السكته دي حافظها. انت عارف انا بسمع السكته دي كام مره في اليوم في المكتب عندي من الناس اللي جايين عايزين يتطلقوا. عايز تطلقها؟ انا عايز اطلق سوريا. طب انت دلوقتي جاي لي بصفه يمين بقى؟ انيس اخو مراتك ولا انيس المحامي ولا انيس صاحبك؟ يا سلام، وهي هتفرق يا اخي؟ امال تفرق طبعا. ما هو لو انا انيس صاحبك هديك نصيحه، لو جاي لي على اني انيس اخو مراتك هديك على دماغك، انما لو جالي على ان انا انيس المحامي هديك بوسه واقول لك بقى هتديني كام. بص انا باخد اتعاب 200,000 جنيه، والقايمه اللي انت كنت كاتبها وشايلها عندي لسبب لا يعلمه الا الله تختفي النهارده. وعلى فكره ال 200,000 دول علشان سوريا اختي. انت عارف يعني ايه اختي خالد؟ والله انا عارف يعني ايه المصيبه بقى. انت عارف يعني ايه اختك؟ لا بقول لك ايه، انا ما بحبش الوساط في الشغل. هنتكلم شغل يبقى نتكلم شغل. قول لي انت فتحتها في الموضوع؟ لا انا بصراحه جاي لك عشان انت كلمها لي. طب بقول لك ايه، ما تحكي لي كده فضفاض لي انت، يعني ايه حيثياتك في الطلاق يعني؟ والله ما عارف اقول لك يا انيس. عارف يا اخي، احنا عايشين مع بعض في بيت واحد، بننام مع بعض في اوضه واحده، بننام جنب بعض كل يوم، بس يا اخي تحس كل واحد عايش عالم لوحده، مش مع بعض يا انيس. كان في حاجه بينا كده يا اخي، عارف زمان يعني. بتعمل ايه يا حبيبي واحنا بنتكلم في مصيبه اختك؟
يا اخي بحاول اطلع النخاع من البتاع دي، بحبه قوي بس مش عارف اطلعه. بس اكتب اكتب بقى عشان الكهرباء تشتغل جواك. سيب القرف ده وكلمنا يا انيس. يا اخويا بقى يا بتاع بقى، ما انت اللي جبته لنفسك، كنت جبت لنا عيل يسليه يا اخويا. ما انت عارف ان احنا كنا مأجلين موضوع الخلفه سنه، في الثانيه في الثالثه. لا بقى نسبة خلاص، النصيب يا اخي. طيب خلاص ما تشيلش هم، انا هكلمها لك. هجس نبضها كده. ايه ده؟ دي كده جايه لي بكره. اسكت، مش البنت ساره جايبه لي واد جاي يتقدم لها بكره، عايزه تتخطب. ساره؟ يا اخي العيال كده. طبعا السنين بتجري. ينفع كده يعني يا ابو زياد؟ انا هيزوم وترجع في الشارع. خد كوبايتك وارجع لورا بسرعه. كوبايتك وارجع بالكرسي لورا بسرعه. حسابك كام يا ابو زياد؟ حساب ايه يا انيس؟ اذا كان الراجل نفسه بيتحاسب، انا رايي حاسب الورثه اسرع. لا ما تقلقيش، جاي لي من كامبوديا سيليكون، بتنزلي له ابلكيشن على الموبايل، تقعدي بقى تكبري وتصغري في نفس الوقت وانت قاعده مع الناس، تجننيهم كده. لا ما تضحكيش بقى، احنا 3 اسابيع مفيش ضحك، عشان وشك لو فلق مش هعرف اعمل حاجه. يلا اتكلي على الله. يا دكتوره سوريا، مش هتيجي اظبطك؟ تظبطني ايه يا ابو تظبطني؟ دكتور شرطي، انت فاكر انك دكتور؟ انت سمكري، بس بدل ما تصلح عربيات بتعمل سيليكون وبوتوكس. وايه؟ بوتوكس. البوتوكس ده يا هانم ظبط علاقات كتير جدا بدل الشهادات بتاعتك دي. ايه اللي حصل يا كمان؟ انت جريتي بسرعه قد ايه؟ ايه اللي حصل؟ لعبتي في الهوا ولا ايه؟ خشي. هموت واعرف بتجري، انا عملت كل حاجه، اعمل ايه تاني؟ خشي يخرب بيتك. كريمه، عايزاكي تغمضي عينك، تاخدي نفس عميق، وعايزاكي تدوري وتفكري جواكي عن السبب الحقيقي اللي مخليكي مش طايقه علي. أنا بعد الجواز سبت شغلي وقعدت في البيت علشان أركز مع الأولاد وكده، وفي نفس الوقت علي بقى شاطر وناجح جدا في شغله، ونجاحه ده خلاني أحس بفشلي أكتر، وأحس إن أنا عايشة في ظله، وأنتي أكيد أكتر واحدة حاسة بيا. اشمعنى يعني؟ علشان جوزك الأستاذ خالد ما شاء الله ناجح ومكسر الدنيا، وأنتي برضه يعني. أنا عايزة أفهم. لا عشان تبقي عارفة أنا نجاح خالد مش مؤثر عليا خالص، ولا عايشة في ظل ولا حاجة، مفيش ست بتعيش في ظل راجل. منور يا رؤوف. ربنا يخليك يا عمي، ده نورك. منوره يا هانم. ميرسي قوي يا انيس بيه. ربنا يبارك لك فيها يا هانم. يا رب. والله الضنا غالي. قوي. لا مؤاخذة انا اسف معلش. مكالمة. الو؟ استاذ علي السرساوي. ازيك يا علي؟ عامل ايه؟ ايه؟ مراتك شتمتك وعايز تطلق؟ لا يا بيه، ده انت تطلقها وتجرجرها من شعرها وترميها بره البيت. عايزه تاخد العيال؟ ارمي لها العيال يا عم في داهيه، في ايه؟ يا عم ضنا غالي ايه وبتاع ايه؟ ده كلام برامج يا علي. يا علي اللي بيربط رقبته بحبل 1000 من يجر منه. اسمع الكلام، اعمل كده وكلمني. في حفظ الله، في حفظ الله. سلام. كنا بنقول ايه يا رؤوف بقى؟ ضنا غالي. بالظبط. ايه حاجه تانية عايزك تبقى عارفها يا رؤوف، اياكم وولاد الحرام خرابين البيوت دول. تاخد بالك. لا مؤاخذه انا اسف. بلاش والنبي يا بابا. ما ينفعش يا ساره، شوف ثواني بس. الو مدام سماح، مرات علي السرساوي. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ضربك ورماكي في الشارع؟ يا ساتر استر يا رب، ده انهي شيطان اللي وزه على العمله السوداء دي؟ بقول لك يا مدام سماح، جنبك حيطه. طب معلش بعد اذنك، عايزك تعوري نفسك عليه، ولو في حد من العيال كمان يستحمل يا ريت برضك. وتطلعي على المستشفى تعملي لي بس تقرير طبي، ويا ريت يبقى ايه اكتر من 21 يوم، وبكره الصبح تجيلي على المكتب على طول. في حفظ الله، في حفظ الله. كنا بنقول يا روف. ولاد الحرام خرابين بيوت يا عم. انستونا وشرفتونا ونورتونا. ميرسي يا عم. عيش حبيبي، فرصه سعيده يا هانم. اهلا. سوريا اختي، رؤوف والدته. انا متاسفه جدا على التاخير، بس يعني اكيد هنتقابل كتير. اكيد. يلا يا رؤوف. عايزك دي يا رؤوف. يلا يا رؤوف. ماما خدي مفاتيح العربيه، 5 دقايق بالظبط، لو ما جيتش اهرب انت. باي باي. تعالى يا رؤوف، تعالى يا رؤوف، تعالى حبيبي، تعالى. معلش حاجة أخيرة كده، موضوع القايمة هنعمل فيه إيه؟ احنا ما اتفقناش على قايمة. أنا مش عارف أنت قلقان ليه يا رؤوف، أنا مش عايزك تقلق، ده إحنا هنبقى أهل يا ولا. وعشان أثبت لك حسن نيتي بلاش قايمة خالص يا سيدي. كمبيالات؟ شيكات على بياض؟
شوفوا اللي يريحكم يعني، وخد راي ماما برضو ما هتمضي معاك. تمام؟ تصبحوا على خير يا حبيبي. باي باي. مبروك يا رؤوف. قدر الله وما شاء فعل. ازيك يا سرية؟ عامله ايه؟ هيكون ماله يعني، هيتجوز. اخبارك ايه وعامله ايه مع خالد؟ يوه، هو انت كمان هتسكتي؟ انا لسه ايه؟ انا ما بقتش مبسوطه خالص مع خالد ومش طايقه اعيش معاه ولا ثانيه واحده. يا لهوي. انا عارفه طبعا ان انت مصدوم ومخضوض عشان فاكر ان احنا الاثنين مبسوطين قوي مع بعض. طبعا طبعا انا مصدوم. ازاي؟ طب ما تطلقي. لا طبعا ما ينفعش، يعني لسه انا بعمل كتاب اسمه الطلاق ليس هو الحل. انت قريت الكتاب ولا لا؟ ما قريتوش طبعا. وبعيدا عن الكتاب، عمرك شفت خبيره علاقات زوجيه متطلقه؟ لا مش فاكر حاجه زي كده. اصبري بس، اهدي يا سرية، المواضيع ما تتاخدش كده. يوه، بقول لك ايه، الواد رؤوف وامه جايبين صينيه بسبوسه جوه. تعالي نقنق فيها. ثواني كده. خشي انت، طب افتحي البسبوسه وانا هرد على المكالمه دي واجيلك. ها حطوا سرايا. بص انا يا دوبك بلمح لها البت انهارت، قالت لي ايه يا لهوي انا ما اقدرش اعيش من غيره. البت منهاره في العياط. سرايا مراتي بتعيط؟ انت مش سامع العياط؟ لا. يبقى يا حبيبتي من كتر الشحتفه دخلت تاكل بسبوسه. صوتها راح. شحتفه؟ انيس انت متاكد انت بتتكلم على سرايا مراتي؟ ايوه يا ابني. انت ايه الدوشه اللي جنبك دي؟ بعمل حلقه هنا عن واحد جمع ما بين 23 زوجه. المصيبه بقى ان 23 زوجه عرفوا فتحول للاصل العين. انيس مع السلامه، انا مش سامع اي حاجه منك. مع السلامه، هكلمك لما اخلص. اعزائي المشاهدين، اهل الزوجات جوه بيحاولوا ياخدوا حق بناتهم واخواتهم من اللي اسمه بهنسي. معانا الاستاذ ممدوح خالد، مسؤول من الاحوال المدنيه. استاذ ممدوح منورنا في البرنامج. اهلا وسهلا بيك يا استاذ خالد. راي حضرتك ايه في اللي بيحصل؟ والله يا استاذ خالد دي مش المره الاولى اللي احنا بنشوف الحاله زي ديت، وبتمنى من العلي القدير انها تكون الاخيره ان شاء الله. طبعا. واحنا كمسؤولين برضه المفروض علينا ان احنا نوفر حل للموضوع دوت. ما هو برضه يعني مش معقول كل شويه حد يستغل طيبه بناتنا ويضحكوا عليهم. ولا انت ايه رايك يا استاذ خالد؟ والله انا رايي ان بهنسي هروح في 60 داهيه. والله بهنسي وشاكلته دول هم سبب البلاوي اللي احنا فيها. الواحد يروح يتقدم للبنت ويروح يكتب كتابه عليها عند مأذون في منطقه نائيه، فيتاخر التسجيل في الاحوال المدنيه. وهو ده لب المشكله يا استاذ خالد. لابد من الغاء ورقيه الحكومه نهائيا، وده بتطوير قاعده بيانات الاحوال المدنيه وتحويلها الى رقميه. ويلا بينا بقى نخش عصر الديجيتال. اعتبر يا فندم الديجيتال نزل خلاص. ساعتها بقى اللي زي مهنسي واشكاله دول مش هيقدروا يهربوا بعملتهم، لان كل حكايه زرار تك كل تاريخه هيبقى قدامك. بعد كل الهري ده يا فندم، يعني ايه اللي مطلوب من الساده المواطنين؟ عشان تطوير قاعده البيانات، كل اتنين متزوجين يروحوا يجيبوا اسايم جوازهم للحكومه عشان تسجل في قاعده البيانات، والا ساعتها بقى قدام القانون مش هيبقوا متجوزين. اتفضل يا استاذ خالد، اتفضل. صباح الخير يا اولاد. هنا بقى يا سيدي بيتم فرم جميع الاسايم علشان ما يبقاش ليها وجود خالص. وقدرتوا يا فندم تلموا جميع اسايم المتجوزين في مصر؟ وفي وقت قياسي يا استاذ خالد، ده حلمناهم كلهم ما عدا قسيمه واحده، لان ده حدث لازم يبقى على الهوا. قسيمتك انت يا استاذ خالد. ودي اعزائي المشاهدين اخر قسيمه جواز في مصر، هنقدمها قدام حضراتكم. قسيمه جواز يعني. اتفضل يا استاذ خالد، اتفضل. هنا بقى اجهزه الكمبيوتر اللي احنا بندخل منها البيانات، نصبح عندنا قاعده بيانات كامله متكامله على السيرفرات جوه. وبعدين احنا مجرد ما نشغل السيستم تبقى في متناول الجميع، وده كله ايه؟ بيتم بدوسه واحده على زرار واحد بس. الله اكبر، صور يا زويل صور. وبعد كده نقدر ان احنا معلش يا فندم استاذنك بس اروح الحمام، مش قادر. بس سيب لي زويل والمايك. شكرا. يلا زويل. هنا ولا نستنى الاستاذ خالد؟ يا سرايا. نعم، مكلماني 3 مرات ما ردتش، يبقى اكيد في الشغل. عايزه ايه؟ ايه اللي عايزه ايه؟ افرض محتاجاك في حاجه مهمه، افرض مت يا اخي. حبيبتي ما انت لو مت مش هتكلميني. سرايا خلصي. جاي العياده امتى؟ عياده؟ عياده ايه؟ انت نسيت يا خالد؟ لا نسيت ازاي؟ لا انا فاكر. لا نسيت يا خالد عشان بتقرص في مناخيرك. عرفت منين انا برش مناخيري؟ هرشت. بقول لك انا في الشغل هيسمعوني هرشت في مناخيرك، ما هرشتش في مناخيرك هيقولوا عليا ابو دراجي. خلاص يا سرايا اشوفك في العياده. ماشي اوكي باي. بقول لك ايه؟ فكريني كده بس انا هاجي العياده ليه؟ عشان النهارده حفله توقيع الكتاب بتاعي يا خالد. حفله توقيع الكتاب؟ خلاص انا هكون عندك ان شاء الله. بقول لك همسه تمني جايه والنبي هتطلع راجل، والله هتطلع راجل. سلام. تعالى يا استاذ خالد. انا اسف يا فندم. تعالى عشان تحضر معانا هذا الحدث الجلل بدوسه واحده على زرار واحد
بياناتك كلها تبقى قدام الموظف. يا محمد السيستم جاهز؟ جاهز يا فندم. يلا اعتمد على الله. ايه ده يا محمد؟ محمد معناه ايه الكلام ده؟ السيستم ضرب. ضرب؟ اه والله انا هكدب على حضرتك ليه؟ تقريبا كده في حد كان بيتكلم في الموبايل جنب السيرفرات فالسيستم ضرب. ايوه انت لماح جدا بقى احنا هنهزر، انت جاي تفتي، انت جاي تصور بس يا حبيبي. بس وفضل المولى سبحانه وتعالى ان احنا برضه ما تفوتناش حاجه زي كده. عملنا نظام الباك اب عشان اي حاجه تحصل نقدر نرجعها. مش احنا عندنا باك اب يا محمد؟ يلا يا محمد، نشغل الباك اب يا محمد. يا اخوانا طمنوني، حد يقول لي حاجه يا جماعه. الله، معناه ايه الكلام ده يا فندم؟ لا كل خير ان شاء الله، كل خير. الو، لو سمحت عايزه اقابل استاذ انيس الببلاوي. طلاق ولا انا فاكر؟ طلاق. اتفضل حضرتك فاكر. شكرا. شرفتني ونورتني يا استاذ حسين، ومش عايزك تقلق خالص زي ما اتفقنا. الطلاق انطلاق. ها؟ متشكر جدا. استنى، رايح فين؟ بدأوا يديني كيس لارج من عنده. ولا استنى كده، استنى، انت حضرتك اكس لارج يا بدر، اكس لارج. اتفضل، خدي خليها معايا. وده لزوم ايه ده حضرتك؟ ده بص، دي شنطه فيها شبشب وليفه وغيار وبيجامه عشان المدام لو طردتك ولا حاجه. يلا وبطمني. شكرا. يلا سلام. سلام. نيكست. عميل رقم 861. سليمان، تعال يا سليمان، تعال. ازيك؟ خش. فين يا ابني الكروت؟ طالبين 20,000 كارت كروت، خلصت. شكرا. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من الآخر. بصراحة أنا عندي خبر ليكم عاجل جدا وفي منتهى الخطورة. مش عارف إذا كان هيفرحكم ولا هينكد عليكم. إحنا أول برنامج يذيع الخبر ده حصري. للأسف قاعدة بيانات المتجوزين اللي كانوا شغالين عليها ضربت. واحد يسألني يعني إيه ضربت؟ يعني ضربت. بقول لك ايه؟ اعمل كوبايه شاي. يعني بمعنى أوضح، السيستم ضرب. ده معناه إن من اللحظة دي قدام القانون إن كل اللي متجوزين في مصر اتطلقوا. بالظبط زي ما حضراتكم سمعتوني، كل الناس اللي متجوزه في مصر اتطلقت. يعني انت اتطلقت وانت اتطلقت، احنا كلنا اتطلقنا. بكرر كلامي، الناس كلها اتطلقت، ما بقاش في متجوزين في مصر. كل الستات رجعت سنجل وكل الرجاله رجعوا سنجل، وسنوفيكم بالتفاصيل. اقعد يا عم، انت واقف ليه؟ يعني دلوقتي يا سليمان انت بتخون مراتك، ما تعيش اللحظه يا اخي. حبكت يعني تصورها، خلاص بتسجلها للتاريخ. عملت اللي ما يعمل يا خي. عايز تبقى ترند، اديك اتقفشت، بس بسيطه ان شاء الله. وعلى فكره بقى، عشان انت راجل زبون وصاحب مكان، انا هعمل لك خصم ومش هاخد منك غير. هو راح فين يا سليمان؟ ما شفتش سليمان يا بدوي؟ ايه ده؟ الناس راحت فين؟ مشوا يا ريس. مش راحوا فين؟ الناس اتطلقت. كل الناس اللي في المكتب اتطلقت؟ مين اللي طلقهم؟ مصر كلها يا ريس اتطلقت. يعني ايه؟ مش فاهم. اهو بكرر كلامي، الناس كلها اتطلقت، ما بقاش في متجوزين في مصر. كل الستات رجعت سنجل وكل الرجاله رجعوا سنجل. انت طبعت كروت يا بدوي؟ والسلام ده ودفعت الفلوس. وسنوفيكم بالتفاصيل. يخرب بيتك يا انيس. بيوصفوا البيت ولا ايه؟ سوريا، تعالى يا خالد، انا في المطبخ. ايه ده سوريا؟ خالد شفت؟ يا حرام، الناس كلها اتطلقت. هو ايه اللي شفت؟ انا اللي قايل الخبر يا امي. سوريا ايه ده؟ حبيبي مش انا وانت اتطلقنا؟ يبقى ما ينفعش نقعد مع بعض. بص انا مظبطه كل حاجه، انا هقعد في الاوضه اللي فوق وانت هتقعد في اوضه البيبي، وانا هاخد الحمام اللي فوق وانت هتاخد الحمام اللي تحت. بس ده فوق شطافه يا حبيبتي. غلطه مين دي بقى؟ كم مره قلت لك يا خالد صلح الشطاف، انت ما بتسمعش الكلام يا حبيبي. ماشي يا سوريا، ممكن اخد هدومي؟ طبعا يا حبيبي. الماظ، ايه يا حبيبتي مش قلت لك تودي الحاجات اوضه البيبي؟ يلا بسرعه يا حلو، يلا.
انا مظبطه كل حاجه ما تقلقش. بص انا دلوقتي بقى بعمل المطبخ، انا هاخد رفين الثلاجه اللي فوق وانت هتاخد رفين الثلاجه اللي تحت، انا هاخد الشعلتين اللي على اليمين وانت هتاخد الشعلتين اللي على الشمال. والفرن بتعرف تشغله يا خالد؟ لا. طب بتسال ليه؟ بالنسبه للغساله انا اللي هاخدها، بس طبعا مش نساك في مغسله جنبنا هتودي حاجتك، هبعت لك نمرتها وهتودي حاجتك هناك على طول. اوكي انت مخطوط ليه؟ صحيح. في ايه؟ مفيش حاجه خالص. بص انا مقسمه البيت، انا هاخد النص التاني اللي هناك ده وانت هتاخد النص اللي هنا، وده خط السنتر. وده اكيد الحكم. حطي الحاجات دي عندك يا المز وهاتي لي كراتين الكروت من بره الله يبارك لك. ايه يا سراي؟ انت جايبه لي اخوكي محرم ولا ايه؟ وانت رخر مالك؟ انت ليه شعرك طق كده؟ زوزو مالها؟ طردتني وحالفه ما ترجعني الا لما تقدم لها من اول وجديد. يعني ايه تتقدم لها من اول وجديد؟ يعني اجيب بسبوسه واروح اطلبها تاني من ابوها الله يرحمه. معلش معلش يا انيس. معلش انتوا سامحوني، هتقل عليكم يومين كده لحد ما بتوع البسبوسه يفتحوا. تقل ايه يا انيس؟ انت بتقول ايه؟ ده بيتك ومطرحك. تعالوا لي بقى وركزوا معايا انتوا الاثنين. ها؟ ملك هيبات في ارضي، كتاب هيبات في ارضي. خالد خالد. مين؟ انا انيس. انيس عايز ايه؟ عايز زبادي. نعم. انزل هات لي زبادي. انا اللي نايم فوق وانت اللي نايم تحت وعايز اجيب لك زبادي؟ نام يا حبيبي نام، الزبادي في النص بتاع اختك يا انيس. نام. طب النص بتاعك فيه جيلي؟ حن وقف يا بنتي، حن وقف. لا اللي بيتطلقوا بيرجعوا ولا في جواز جديد. طب اشتغل انا ايه؟ اشتغل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك سعيد الاصفر من الدرب الاحمر، نهارنا ابيض باذن الله. نهارنا قشطه. يا ترى ايه شعور حضرتك بعد اللي حصل؟ والله حضرتك احنا راحتنا كانت راحت ورجعت تاني. سيادتك انا متجوز واحده 3 سنين، 3 سنين بتحترمني 6 ساعات بس في اليوم. اشمعنى 6 ساعات؟ اللي بتبقى نايمه فيهم. على قد الموضوع الطلاق ده خرب بيوت ناس كتير، الا انه كان باب رزق لينا. ده حضرتك عارفش واحده اتطلقت من ضمن اللي اتطلقوا بجمله المتطلقين، بناخده عدم المؤاخذه من بيت جوزها بنرجعه بيت ابوها. احنا بعون الله بنعمل طلعتين 3 في اليوم من دول. حاسب على السيراميك. هلا واي. بتعملوا ايه هنا يا ولاد؟ حضرتك الظاهر من الكبار اتجننوا، بقوا يمشوا يرموا الدبل في الشوارع. واحنا بنلمها. بص معانا قد ايه؟ ايه كل ده؟ نسمة 2018 عملتها يا تامر؟ احنا على الهوا يا نسمة. بلا نسمة بلا زفت. وزي ما حضراتكم شفتوا ده رأي الناس في الشارع. تفتكروا هل في امل؟ طبعا في امل، وانا متأكد من ده. لان على سبيل المثال انا ومراتي زي اي اتنين متجوزين. اي نعم احنا اتطلقنا على الورق، انما هنا احنا لسه متجوزين ومفيش اي حاجه هتقدر تفرق بينا. كان معكم خالد مختار، واشوفكم في حلقه جديده عشان اجيب لكم من الاخر. كات. ايه الجمال ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه الحلاوه دي يا استاذ؟ ايه الجمال ده؟ ده احنا هنقلقل عمرو اديب كده، هندروخ. لا هنهزر. انا ما اقصدش، بس انت بتوتر يا بيه. الحلقه دي هتجيب مشاهدات ولا فيديوهات شاهد قبل الحسن. اسمع مني بقى. اسمع مني انت، محدش هيوقف البرنامج ده غيرك يا زويل. الو. ايوه يا استاذ خالد، ازيك؟ انا حمدي جارك. يا استاذ حمدي ازيك؟ اخبارك ايه؟ معلش انا في التصوير بس في حاجه. اصل الاستاذ انيس اخو المدام نط عندنا في الجنينه. تاني؟ مع ان رطه بنفسي يا فندم قبل ما انزل. الظاهر بقى ان هو فاكر نفسه. يا ريت تشوف اي حد يجي ياخده، لان قاعد مع باكي وميزو بيقنعهم ان هم يتطلقوا من بعض. يطلقهم ازاي يا استاذ حمدي اذا كان كل الناس اتطلقت اساسا؟ باكي وميزو دول مش ناس، دول الكلاب بتوعي. ما هو بص بقى، من اللي انا شايفه ده الصلح مش هينفع، لازم هيبقى فيه طلاق. هتتطلقوا يعني هتتطلقوا. استاذ حمدي انا هتقل عليك معلش، يا ريت لو تحبسه في الحمام لحد ما اخده، ولو بعد الاكل ب10 دقايق واحد بسلسلته كده يلففه حوالين الفيلا اكون شاكر جدا. ايه ده؟ يا نهار اسود. سكه يا حبيبتي والنبي، سكه. معلش يا بنات ادوني سكه، سكه يا ناس. يا دكتور، يا دكتور شهد اللي انت عامله ده رزق يا استاذ خالد، رزق. انت جاي في ايه؟ شفط ولا نفخ؟ انا سراي. يبقى نفخ، اطلع لها بتنش فوق. يبقى نظم المرور شويه يا اخي، يعني اللي عايزه تنفخ يمين واللي عايزه تشفط شمال. ايه ده قصدك ايه حضرتك؟ لا اللي عايزه تشفط شمال مش هي شمال. بحسب. لا احسبي ما تقلقيش، زباينك عصبيين قوي دكتور شهد. ما تعصبهمش بقى، انا هديهم. ها يا جماعه السيليكون خلص، اللي عايز سيليكون يجي لي سبت بس صايم. يلا خش انت بقى لنا ساعه بنرغي. اتفضل يا فندم، احلى فراشه باذن الله. يا نهار اسود. سرايا، سرايا، يخرب بيتك سرعتيني، قلت جرالك حاجه. في يا خالد معلش.
بس انا قلت اريح عشان انت عارف زحمه الزباين وكده، فردت ظهري شويه. انا عجباني قوي الزباين. زباين مين يا امي؟ ده ما فيش غير انا وانت والكراتين دي في العياده. اللي بحق يا سوريا الكراتين دي بتاعت ايه؟ لا ده دار النشر بعت لي الكتاب بتاعي. ما بعتيش ولا نسخه؟ لا طبعا بعت. طب بعتي كام نسخه؟ 1,000,000. يا نهار اسود يا سوريا، بعتي نسخه واحده من الكتاب؟ طب وغلاوتك هتلاقي همسه التمني هي اللي اشتريتها. بس بقى يا خالد، انت بتغلس عليا في البيت وجاي تغلس عليا هنا، انت عايز ايه؟ مش عايز حاجه يا اختي، انيس اخوكي البيه ماشي يترافع على نفسه، لا وايه نط عند الجيران تاني، ايه اللي خلاكي تسيبيه في البيت لوحده؟ يعني انت بقى عايز تسيب شغلي وزبايني واقعد ادور على اخويا في البيت، مش كده؟ يا ولا على العياده هم فين يا امي؟ هو في غيرنا هنا؟ استهدي بالله يا حبيبتي، قومي طصي وشك بشويه ميه ولا نروح نشوف مصيبه اخوكي. يلا ماشي. انا جيت عياده ولا ميته؟ انا هتجنن من موضوع انيس ده، بس انا فكرت في حاجه. ايه رايك لو كل يوم قبل ما نروح الشغل نلعب معاه فيتهد وينام؟ والله فكره. طب بقول لك ايه، اما نجيب له بيبي سيتر ونخلص. انت بتهزر يا خالد وانا بتكلم بجد. طب ما نرجعه لمراته القديمه وخلاص. مراته مين يا بنتي؟ بتقول لك عايزاه تقدم لها ويجيب لها بسبوسه. وايه ده بس؟ خالد باشا يا بهناسي، انت عرفت منين انا بتجوز؟ الله يخرب بيتك، بتعملها تاني؟ ما حرمتش. اصل لقيت العداد بيصفر قلت املاه تاني. مين ده يا خالد؟ ده حضرتك بهناسي، ده سبب البلوه اللي مصر فيها. تبقى مين الاموره؟ اموره مين؟ دي مراتي. معلش يا باشا انا ما اعرفش، جاي تقول الباشا ده مزيكا. مين دول؟ دول جايين عشان يخطبوني يا ماما. يخطبوكي؟ امال فين جوزك اللطز؟ لطز؟ مش واخده بالك ان اللطز ده قاعد قصادك؟ انيس الاكاده ما كنتش بطيئه لا هو ولا اخته السهنه الكئيبه. يا سلام، ده على اساس يعني ان انتوا اللي طيبين قوي وزي البلسم على القلب؟ لا حقيقي ما يصحش يا جماعه، دي مش قرايه فاتحه. ها قلت ايه يا حاجه ام زوزو؟ بقول ايه؟ احنا ناخد فرصه الاول نسال على العريس ونطقص عنه. ما تتقصي من بنتك، بقالي 25 سنه متجوزها. انيس حبيبي عيب، اعمل اعتبار لابوك وامك لابوك واختك اللي قاعدين. ما انتش سامع الالفاظ يا عم خالد، لطز ونتقص وبتاع. بقول لكم ايه؟ انا مش مرتاحه لكم ولا طايقاكم، وكمان ما عندناش بنات للجواز. ما قلت لكم يا اخوانا المشوار ده ملوش لازمه، سيبوني. رايح فين؟ هطلع اخد هدومي وغياراتي، فيها حاجه دي؟ زوزو نعم، اطلعي وراه وخدي حد من الشغالين واطمني كويس على الصيغه بتاعتك لا يمد ايده عليها. ما يمد ايده عليها، انا مش فاهمه فيها ايه يعني. لا عيب اوعى يا حبيبي خالد، صيغه استني يا اسراء، بص قامت اهي، ده انا هروحهم من هنا على وبالقانون. انيس عامل ايه؟ حبيبي فضل يعيط طول الليل، ما اعرفش ماله، اتاريه كان جعان، رضعته وقشط ونام. هيكون ماله يا سوريا؟ اتخمد. بقول لك ايه، اعملي حسابك هبات معاكي اسبوع، معايا اسبوع. ماشي. كنت طايقك لما اعطيه اخوكي. تعمل ايه؟ وايه اللي بقى هتفرج على الماتش. الريموت يا حبيبي كان في النص بتاعي، عايز تتفرج على الماتش روح اتفرج عليه في حته ثانيه. لا بقى يا سوريا، انا هتفرج على الماتش هنا والتلفزيون هنا والتلفزيون في النص. الريموت كان فين؟ هو الرخامه عندكم كيف في العيله يا بنتي؟ كيف؟ نصي. ماشي يا سوريا ماشي. انا عايزه اعرف هو عمل لك ايه عشان تعمل فيه كل ده؟ ارفع بقى ارفع. سيبه بقى والنبي. اوعى تسيبه يا عم، سيبه بقى يا عم، اوعى تسيبه.
سيبه بقى حرام عليك. اهو سابه وسامع كلامك. انا مش عارف اتفرج على الماتش وانا مش عارفه اتفرج على المسلسل. وانت ايه ما عندكش قلب من الشايف بيعمل ايه؟ بقول لك ايه، جو تقسيم الحدود وشحات ابو كف ده خلاص هيجنني. انا هروح اقعد عند بابا الراجل المحترم وامي ست العقل اللي عارفه تحافظ على بيتها. امك دي ست مجنونه. انا خلاص سبت لها البيت وطفشت، جابت لي كل الامراض، سكر ضغط كل حاجه، حتى خصوصه الركب دي هي السبب فيها. ازيك يا سرايا يا بنتي عامله ايه؟ الحمد لله. البتاع ده ما بيجيبش قناه التت؟ انا هقوم لانيس لما يلاقينيش جنبه هيعيط يا حبيبي. لا يا حبيبي خليك قاعد مع بابا عشان تتفرجوا مع بعض على قناتك. انت بتعمل ايه يا انيس؟ زي ما انت شايف. اكون بعمل ايه؟ بفك فلوس، بولع في الكروت. انا انيس الببلاوي اللي كنت برج محاكم مصر كلها. انا انيس الببلاوي اللي طلقت مصر كلها. صح انا شاهد. ممكن بقى حتى انت جيت لي علشان اطلقك. وانت كنت عايزه تسيبيه ومش عارفه. انيس ممكن بقى تستنى. انا لسه ما خلصتش كلامي. انت بتحب ليه يا انيس وانت شربت الجاز؟ يا خالد شكلها كده شربت جاز. شوفي بقى لما اقول لك. بقول لك ايه يا حاج، اما تخرج تلعب مع انيس في الجنينه. لازمتها ايه يا حاج بقى؟ ما تقول له روح العب ياض بره مع ابن الجيران. والله العظيم قول انت الاول. ما عنديش حاجه اقولها. احسن. فانت بقى كنت عايز تسيبني مش كده؟ يا سلام، ما انت كمان عايزه تسيبيني. فرقت؟ طبعا فرقت، عشان انا عارفه انا عايزه اسيبك ليه، انما انت بقى عايز تسيبني ليه؟ حبيبي خلاص الكلام لا هيودي ولا هيجيب. احنا اتطلقنا يا سرايا، ليه بقى قاعده تنخوري؟ المهم ان كل واحد فينا عنده سبب عشان يسيب التاني. سبب؟ لا يا حبيبي، لو انت عندك سبب انا عندي مليون سبب. ها اهو شفتي؟ عشان طريقتك دي انا عايز اطلقك يا سرايا. ودينا اهو اتطلقنا يا حبيبي. روح بقى دور لك على واحده تضحك عليها وتقعدها جنبك 5 سنين مفهمها ان هي هتبقى مذيعه معاك لحد ما انت بس اللي تبقى مذيعه وتتشهر، وسايبها هي قاعده ما بين البيت والعياده، وكل التليفونات اللي بتجيلها تليفونات حواوشي وبس. وقال ايه؟ عشان اقعد اربي العيال. هما فين العيال دول؟ انا عايزه افهم. انت عارف ايه الحقيقه بقى يا خالد؟ ان انت اناني وطماع وما بتفكرش غير في نفسك. انت ما كلمتيش وانت صغيره ولا ايه؟ يا نهار اسود، بلعك فتحت في وشي. اوعي. انا هقوم ولما نهدى نبقى نتكلم. كلام خلص. انا قلت لك 100 مره ما تمشيش وانا بكلمك. يا نهار ابوك اسود، دي كانت هتيجي في دماغي. طب ما انا قصدي اجيبها في دماغك. حلو، هنشوف بقى مين اللي هيكسر دماغ التاني. يا دكتوره. محيي، انت اديت خبر للاستاذ خالد ان احنا جايين يا محيي؟ لا يا فندم، هو الموضوع حصل بسرعه ما لحقتش. هو ايه اللي حصل بسرعه يا ابني؟ هي خطوبه، ما يصحش نيجي للناس اول مره كده من غير ما نديلهم خبر. دي ناس محترمه يا محيي. مش هم محترمين يا محيي؟ محترمين يا فندم. ايه ده؟ انت سمعت اللي انا سمعته ده ولا انا متهيألي عشان مطبق بقالي 3 ايام؟ سمعت يا فندم. على الله، يلا بينا. اولا احنا اسفين اننا جينا من غير ميعاد، بس انا قبل ما ادخل في الموضوع ليا سؤال. هل احنا جينا في وقت غير مناسب؟ اطلاقا. مفيش حاجه في حاجه؟ مفيش اي حاجه يا فندم، حضرتك منورنا اساسا. بنوضب، ما تقلقش يا فندم، بنوضب. يا ترى بتوضبوا حاجه هنا عشان دماغي بس؟ ما تخافش يا فندم، ما تخافش. انا هخش في الموضوع على طول. في محاوله مننا لايجاد حل الناس ترجع لبعض، عملنا لجان في كل حته في البلد بنساعد الناس ان هم يروحوا ويردوا بعض. ماشي، احنا بقى ايه علاقتنا بالموضوع ده حضرتك؟ سوري مش واخد بالي من الجمله. احنا ايه علاقتنا بالموضوع ده؟ شوف يا دكتوره، الناس محتاجه قدوه، فانا جيت لكم النهارده على انكم طبعا زوجين تحبوا بعض. الزوج مذيع مشهور مرموق وله مصداقيه.
ايه ده؟ افتكرت حاجه ضحكتني معلش. الزوجة دكتورة خبيرة في العلاقات الزوجية وبتفهم وتقدر قيمة وقدسية الجواز. بقابلني وانا بس خايف لا يكون في حاجة مهمة بتفوتني مش اكتر. الغيث بيه، سيادتك عايز مننا نعمل ايه بالظبط؟ بكرة الصبح هعدي عليكم ونروح لجنة من لجان رد المطلقين، هنصوركم ونعمل مؤتمر صحفي يتذاع في كل حتة في البلد عشان الناس يرجعوا لبعض. هنروح اللجنة نعمل ايه حضرتك؟ ترجعوا لبعض. انا هرجع له؟ ايوه. انا هرجع لدي؟ ايوه. احنا الاتنين هنرجع لبعض؟ الله، وانا كلامي مش واضح ولا ايه يا محي؟ واضح يا فندم، انا سامع كويس. ولا يكونش انتوا مش عاوزين ترجعوا لبعض. استاذ خالد، انا اللي فهمته من برنامجك ان انتوا الاتنين زي السمنه على العسل. هو خالد بيقول في البرنامج بتاعه ان احنا زي السمنه على العسل؟ مش قال كده ولا ايه يا محي؟ قال يا فندم، وقال كمان ان مفيش حاجه تقدر تبعدهم عن بعض ابدا. والله يا ملوخيه وقعتي تحت المخرطه. ممكن يا مخرطة الناس تمشي والملوخية هتفهمك كل حاجة؟ ملوخيه ايه ومخرطه ايه؟ خدوا بالكم، انا اقدر ادور على اتنين تاني غيركم ويبقوا قدوه للناس، بس في الحاله دي يا استاذ خالد انت هتبقى بتكذب على الناس في برنامجك، وانت يا دكتوره هتبقي بتكذبي على الناس في كتابك. ثم انا اديت كلمه، انتوا هتروحوا وهتتصوروا وانا ما ارجعش في كلامي ابدا، على الاقل في الشغل. بس هو في سؤال صغير بذمتك، دي اشكال وخلق ترجع ازواج لبعضها؟ يا سيدي هو المكياج خلى حاجه؟ ثم انا معايا الخبره كلها. مش انت يا دكتوره اللي كاتبه كتاب الطلاق ليس هو الحل؟ هو حضرتك اللي اشتريت النسخه؟ لا، بكره الصبح هعدي عليكم الساعه 9 عشان نروح مع بعض اللجان. نروح فين حضرتك؟ اللجان. حلو. عشان نعمل ايه سيادتك؟ عشان ترجعوا لبعض. ايه؟ هو انا كلامي مش واضح ولا ايه يا محيي؟ استاذ خالد استاذنك تدوس بنزين شويه، انا حاسس ان احنا ما بنتحركش. احنا بنتحرك يا محيي؟ بنتحرك يا فندم. طب بنتحرك يا فندم. انا بس زي ما تقول يعني عايز استمتع بكل ثانيه في اللحظه الحلوه دي. انا رايح ارجع مراتي، انا مش مصدق. مصدقه؟ والله ما مصدقه، انا هموت من الفرح. انا مش مصدق ان انا رايح ارجع مراتي، هطير من الفرح. مش مهم احنا نصدق، المهم هو يصدق. مصدق يا فندم؟ الحقيقه مش عارف. محيي انا مصدق؟ شكلك مصدق يا فندم. انا مصدق، طلعت مصدق. مش عارف ليه يا فندم، عندي احساس ان اللجنه هتبقى زحمه ومش هنلحق. نروح بكره؟ لا هنروح دلوقتي وما تقلقش، الدنيا رايقه هناك قوي. انا مش هكذب اكتر من كده، انا ما اعرفش اروح اللجنه غير لما افطر. حته راجل في اول طريق السويس، فاكراه؟ يجنن. فاكراه؟ فول وزبده. ولا البصل بقى ما اقولكش. انا هلف. استنى، كفاياكوا بقى، انتوا ما فطرتوش النهارده. انا بقالي اسبوع ما فطرتش. انا فطرت يا محي؟ ما فطرناش يا فندم. ما فطرناش. الله، انت وقفت ليه يا استاذ خالد؟ اشاره يا فندم، اشاره. يعني انا رخصتي لو اتسحبت سيادتك هجيبها لي؟ نجيبها لك طبعا. مش نجيبها له يا محي؟ نجيبها له يا فندم. طب ما تجيب لي بتاعتي بالمره. حاضر يا فندم. سامحنا يا رب. لا اله الا الله، انا نص الراجل، مش هنلحق نروح اللجنه. يا خساره، مع اني كنت هموت واروح اللجنه. ده بيمشي. في ايه يا عم؟ في حد يعمل كده؟ بيمشي. بيمشي. انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي انت بتحببه ده يا ابني؟ لا اله الا الله، انا مش عارف مالي النهارده يا فندم، اكيد مات المره دي. يا رب يا رب يا رب يجيب العواقب سليمه يا فندم. طب احنا هنقعد كده ونسيب العواقب بره؟ ما تيجي نتطبل. لا اله الا الله. انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. كويس ازاي يا فندم؟ على فكره وشه مصفر وعليه مغربه، لازم ناخده المستشفى. فندم صدقني مش محتاجه كل دوت، انا الحمد لله كويس. الاشعه هي اللي هتقول انت، مش عرفك في دكاتره قبلي في البلد. الله، الراجل بيقول لك انا كويس، ما شاء الله بينا بقى. انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. طب انا عايز حق الكبوت ده. طبق لي الكبوت. ونسيت البرابريز. والبرابريز شكلكم ناس عوق، وهطلب لكم البوليس وهعمل محضر بالواقعه ديت. وانت تطلب لنا البوليس ليه؟ ما عندناش رجلين احنا نروح. ده انت هتتبهدل. يلا نروح. يلا بينا هنبدا مع بعضينا كلنا. ما حصلش حاجه. حضرتك العربيه دي عربيتي والبرابريز ده بربريزي، وانا اللي خبطتك. انا لبستك. الراجل ده معايا، اتكلوا انتوا على الله، على اللجنه على طول، ما تصغرونيش. طبعا اكيد. لم كل حاجه،
يلا نهرب. تفتكر هيرجعوا تاني؟ احنا هنستنى لما يرجعوا يا سرايا. اطلعي انت على بحري وانا هنزل على ابني ومسير الحي يتلاقى. مسير الحي يتلاقى يا سرايا. لو سمحت نعم يا فندم. الحمامني. الحمام ابص حضرتك هتمشي ورا الخط الاصفر ده لحد ما هتلاقي سفره، تقدري تسالي من هناك. تمام شكرا. مين دي؟ تسألني أنا. يلا يا بابا قلبت لي البيت حريم السلطان؟ انا السلطان وتقول طعم حريم بشكل. ايه يا انكل المليطه اللي حضرتك عاملها في البيت دي؟ بس يا سوريا انت لو عاوزه تخدميني بجد بجد عاوز حاجه اشد من دي. مع حبه طقم كده من المزه اتسطل يبقى انت هتقضي. بابا لو امي شافتك وانت في المنظر ده الله يخرب بيوتكم. سيبوني سيبوني. شايف الراجل اللي هناك ده؟ عايز يخش عليه، عايز دلع، عايز حنان. بس حنان ما جاتش. اخس. لا مش فاهمان انت. انا عايز حنان منك، عايزك تخش عليه كده كلمه حلوه، نظره حلوه، هيحبك، ما تتجوزيه، هطلقكوا، هديكي كل فلوس. انيس خالد تقرطس ابويا يا انيس. يا عم ارطس يا عم، بدور على قضيه خلع ولا طلاق استر بيها نفسي. تقوم تجوز ابويا بنت شمال؟ تعالي يمين. وبقول لك يا راجل تعالى اوعى تكلم امك تاني بالطريقه دي ابدا. ماما؟ ايوه امك، ويكون في علمك بكره الصبح ان شاء الله هنتجوز. اللي انكل وطنط بيعملوه ده ما ينفعش خالص. ها اسم الله على اخوك اللي بيحبك قوي ده، قدرك كلك على بعض كده ب 200,000 جنيه عشان يطلقك مني. انيس لا ما حصلش، انا قدرتك ب 250. ها مش ترغي بقى ورغي بس بقى. على فكره ما تدخلش اخويا في الموضوع. ها سوريا مش عايز طب ما كلام تاني. تمدش ايدك يا ما هو خالد. لوك وهو اتفضحنا. ما هو خالد حبيبي كلام خلص كلام خلص كلام خلص. قلت لك 100 مره ما تمشيش وانا بكلمك تاني. ماشي يا سوريا. اهدى يا محمد، اهدى. بينا بقى، بينا نحاول نلحق حاجه حلوه من اللي كانت بتجري دي. قبل ما ادخل في الموضوع، استاذ خالد، دكتوره سوريا، هو في حاجه؟ مفيش حاجه خالص. مفيش اي حاجه حضرتك منورنا يعني، بس ليه ايه لازمتها الاسئله دي يعني؟ الحقيقه انا كنت جاي اقول لكم، عارفين كام زوج وزوجه راحوا اللجان النهارده عشان يرجعوا لبعض؟ في الحقيقه يا فندم احنا كنا مشغولين بتوضيب البيت ما نعرفش. كم واحد سيادة؟ ما حدش راح. ما حدش راح؟ ولا واحد؟ ولا واحد. ولا واحد؟ ما حدش راح؟ نو ون. عشان كده قررنا نفتح لجان بكره، زي ما تقولوا كده زودنا يوم. زودتوا يوم؟ زودوا يوم؟ زودنا يوم يا فندم. وانا ناقصك انت راخر يا محي؟ ايوه زودنا يوم عشان ما حدش راح. ما حدش راح بقى ولا واحد. وبعدين ابو هيف بيه اهدى علينا، ما احنا حاولنا قبل كده وفشلنا. الحقيقه مش هلاقي عيله محترمه ووقوره زيكم. يا ساتر الحقني. انا الخشونه بس هي اللي تعبانه، ان انا لو مسكتك والله العظيم. ايه ده؟ مفيش حاجه. مفيش حد. في حد؟ مفيش حد يا فندم. حضرتك بتسال اسئله غريبه جدا النهارده جدا. سامحوني، اصلي مطبق فبشوف خيالات. اهو اهو ده بابا بيجري ورا الحاج عشان يخطفوا العشاء. هو بابا متعود يصلي العشاء الساعه 4 العصر. حضرتك بقى دي حاجه بينه وبين ربنا، بس احنا مش شايفين ان احنا سبب كافي ان الناس ترجع لبعضها. ما انا عارف، خصوصا بعد الحركه الواطيه اللي عملتوها النهارده الصبح. بس احنا هنعمل حوار مجتمعي كبير، وهنناقش ليه الزوجين مش طايقين بعض، مش عاوزين يرجعوا لبعض، وهنستعين بخبير. دلوقتي انا فهمت يا فندم، انتوا جايين عشان تاخدوني انا كخبيره يعني. الحقيقه لا يا دكتوره، عشان احنا مش محتاجين خبير زواج، انا محتاج خبير طلاق. وطبعا مفيش انسب من اخو حضرتك الاستاذ انيس. تعرفوش ممكن نلقاه فين؟ انا سامع سيرة طلاق. اوه سوري. مساء الخير. انيس الببلاوي، محامي طلاق. استاذ خالد، هو ليه كل اللي بيجي من الناحيه دي بيبقى بالاندروير؟
استاذنك وانا ينفع اجرب؟ ايوه ده الخط الدافئ مع سرايا ما الببلاوي. تقفلي يا امي، ده وقت خط دافي وبتاع، اقفلي. معلش هكلمك بس كمان 10 دقايق عشان عندي شغل. اوكي. في ايه؟ وايه اللي في ايه؟ مش في مصيبه جوه، عايزين نشوف هنعمل ايه. واحنا هنعمل كده فعلا؟ عندك حل تاني؟ احنا لازم نفكر في مصلحتنا برضه. يعني الناس لو رجعت لبعض كتابك هيتباع منه بدل النسخه مليون، وانا كمان برنامجي هشتغل كويس قوي. وهو منها برضه نبقى عملنا خير ورجعنا الناس لبعضها. طز في الناس، طز في الناس يا سرايا. المهم مصلحتي انا وانت وانيس. احنا هنعمل اللي ابو هيف عايزه، واول ما الموضوع ينجح والميه ترجع لمجاريها نطلع سرايا. ايوه طبعا. ايه رايك يا انيس؟ مستحيل. انا انيس الببلاوي اللي طلع نص مصر وكنت برجل محاكم. عايزين دلوقتي اجي ارجعهم لبعض. منظري يبقى ايه قدام الناس؟ برستيجي هيروح. برستيجي يا ابني بالبسله اللي ملكنا بيها حمام السباحه دي، انا موت واعرف كبتها امتى. انيس يا حبيبي، انيس يا حبيبي ركز معانا يا حبيبي. انت عارف لو الناس رجعوا لبعض تاني اكيد هيتخانقوا. عارف ده معناه ايه يا انيس؟ معناه طلاق يا انيس. محكمة أسرة يا أنيس. كروت يا انيس. قلت إيه يا أنيس؟ يبقى على بركه الله، الترجيع علامه الرضا. وكده رسميا يبقى الاستاذ خالد والدكتوره سرايا اول زوجين يرجعوا لبعض في لجان رد المطلقين وجلب الحبيب. زغرت يا محيي. اول خطوه في شغلنا في اللجان خلصت، يفضل لنا الحوار المجتمعي. لا حوار مجتمعي إيه؟ أنت اتفقت معانا إن إحنا نرجع لبعض ورجعنا لبعض. في إيه يا خالد؟ ايوه بالظبط يا ابو هيف بيه. هو الحوار المجتمعي يكمل برضه الا بالقدوه؟ لا بص يا حبيبي، القدوه ده محل كشري في الدقي. انا هنا دوري خلص، البركه فيك انت وانيس. وبعدين ايه؟ مش عارف ليه يا محيي مصرين يرجعوني لزمن التسجيلات الجميل والفيديوهات. الفيديو يا محيي. فيديو ايه يا ابو هيف بيه؟ ده فيديو للاستاذ خالد وهو بيتكلم في التليفون جنب السيرفر وهو اللي وقع السيستم. اشوف يا امي، اشوف الاول. ما أنا بشوف معاك. فوتوشوب، ده فوتوشوب يا بيه. يبقى قول بقى للصحافه والاعلام انه فوتوشوب لما ننزله. طب بص يا بيه بقى، انا كنت بكلم سرايا مراتي، سرايا هي السبب. هو أي حاجة لازم تحصل كنت بكلمك ولا لا يا امي؟ يا سرية يا سرية، مش وقته يا سرية، الناس بتصور. بس يا ولادي وهي، بس يا ولية. السلام عليكم. هي اللجنة دي بتودي مطلقات بس ولا ممكن تجوز عادي؟ يا نهار اسود، بهنسي. مش ممكن، خالد باشا، والله انت ابن حلال. تعرفوا؟ طب بينا. ايه الصدف السعيدة ده يا خالد باشا؟ والله ما انا سايبك النهارده غير لما تشهد على الجوازة. شهدوا على جريمة قتلك قريب يا بعيد. طب ما تيجي تشهد انت. يا ابني انا ايه؟ انا محامي طلاق، لو شهدت على عقد جواز اتحرق. ما تيجي انا اجوزك واصورك فيديو. تصور ليه؟ دخلتي فيديو؟ ليه ان شاء الله؟ ناشونال جيوغرافيك. ابو هيف بيه، ابو هيف بيه، انا رايي بلاش، هتندم. يا ابني واحنا لاقيين اي بني ادم نجوزه؟ يا حضرة انت فهمتني غلط، انا اقصد اصورك في الفرح يعني. يا سلام، اذا كان كده ماشي، لا تفرح بايه في ابنك؟ لا انا اسمي ابو هيف على بعضه كده، اسمه مركز زي ابو محمد. مركز؟ سمعوا له زغروطه يا ستات. ايوه استنى بس نتفق الاول. وتعالى قول لي يا ابني عشان نتفق يا دي اخلاق عيله محترمه، ست تسيب بيت جوزها وتطفش؟ طب على الاقل تقول لنا راحت فين يا اخي. انفض الهدوم كويس يا انيس قبل ما تنشرها، عايزها مفروده. انا مش هكوي تاني، انا ورمت. يا اخويا بس انت تنيل اغسل كويس الاول قبل ما تتكلم في المكوى، الهدوم طالعه اوسخ من قبل الغسيل. والله حاطط رابسه وحاطط كلور وحاطط في نفسي وساكت. اسكت بقى لحسن والله هسيب لكم البيت ما تعرفوني طريق جره. ايه يا اولاد في ايه؟ مالكم كده عاملين زي القطط ومزندين؟ امسك الواد يا خالد، قوم رشدين كده فمين، خلي بالك. ده بتاع مين ده يا بابا؟ بتاعي طبعا. طيب يا بابا حاضر حاضر يا بابا. في ايه؟ حاضر. عاوز استحمى. طب خش استحمى واحدف لنا الغيار اللي عليك تغسله بالمره. خلي بالك منه. عاجبك؟ هي حصلت؟ ربنا يرجعك بالسلامه يا سريع. ايه
وحشتك؟ لا بتعرف تشغل غسالة يا اخوي. اسكت اسكت. اخويا بقيت احس احاسيس غريبه، بقيت اظبط الباميه ظابطه يا انيس، تاكلها من ايدي عسل. مالك يا ولد؟ يا واد مالك يا ولد؟ فضفض. مفيش. مش امبارح برضو حصل لي موقف غريب كده. بتفرج يا اخويا على العيال الحلميه ويجي لك مشهد موت توفيق البدري والاقي لك الدمعه فرت من عيني فجاه وهاتك يا عيط هاتك يا عيط هاتك يا عيط. بس اول مره يحصل لي كده. الله في سلامه وقفني غير رنه المكواجي ودخلته عليا. بس يا انيس انت زي الفل يا واد زي الفل. بس احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ اللي وصلنا لكده انت يا اخويا السبب. كانت حبكت خلاص تضرب منك قعده البيانات، مش كان زماننا دلوقتي قاعدين في بيوتنا ومتستتين. يا سلام يا اخويا، بقيت انا الحته المايله بتاعت البيت. كله هيجي يرمي مشاكله عندي. ها انا غلطان اللي فضفضت معاك يا انيس. قوم من جنبي قوم. لازم اطلع انا اللي غلطان في الاخر. رد عليا رد. لسانك ما يخاطبش لساني اليوم الدين، وده مش راضي عنك يا انيس. يا اخويا طب لمي نفسك ياما بقى، في ضيوف داخلين علينا. مين؟ مساء الخير. مساء النور. سيبوا اللي في ايديكم دوت عشان احنا عرفنا فين الدكتوره سرايا. فين؟ قبل ما اقول فين كان ليا طلب عند حضراتكم. امر. القميص ده عليا بقاله يومين. نهار اسود يعني ياما. سرايا اتخطفت ويطلع مين السنجاب اللي خطفها ده ابو هبي؟ راجل مجرم يا استاذ خالد، مثبت بلده كلها. قال ايه؟ مراته سابته ومش عايزه ترجع له. الله. طب وسرايا دخلها ايه يا اخويا؟ يا ما اعرفش. هل الدكتوره سرايا تعرفه هو؟ تعرف مراته؟ هي مراته اسمها ايه؟ اسم ملزق كده. سحر التجلي، وعد التأني، جون الترجي، حاجه في السكه دي. همس التمني؟ همس التمني. هي همس التمني طلعت ست؟ معرفش دي ست ولا محل عصافير. طب ويا اخويا مستني ايه بالعنطزه دي؟ ما تبعت قوه تنقذها. خلاص مستني جوز الولايه دول هم اللي يروحوا ينقذوها؟ لا انا مستني القميص. للاسف يا فندم انا مش هقدر ابعت قوات. المشكله لازم تتحل من جوه. انتوا اللي لازم تروحوا. دلوقتي احنا هنوصل ازاي لبيت السنجابي ده؟ ده بيقولوا انه خطر جدا. بقول لك ايه، انا الاختراق ده تخصصي. عملت خطه ما تخرش الميه. ايه بقى الخطه دي ان شاء الله؟ يعني نوقف اي واحد ماشي في الشارع وهنساله عادي في بيت السنجاب، مفيش حاجه. ياه تصدق ما جاتش على بالي ابدا. اهم حاجه احنا تنسوا يا انا جاك وانت هنا. عشت الاسامي يا سيدي. وتهنا احنا بنعمل سفاري. سفاري ايه اللي في النيل ده؟ يا سيدي بنصطاد تماسيح. تماسيح؟ ياه تصدق دي كمان ما جاتش على بالي. لا بقى ده انت جاي تستغرب مش جاي تنقذ اختك. ربنا يستر. جود مورنينج. السلام عليكم. اكسكيوز مي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله عليك، ده اللي احنا لسه قايلينه من ثانيه. الراجل بيرمي السلام مش هرد عليه. هقول لك ايه، صباح الفل. نروح بيت السنجاب ازاي والنبي؟ بص انت هتطلع على طول كده هتلاقي بوكس كهرباء، عندي هتلاقي سلم. هتنزل السلم. يا نهار اسود يا نهار اسود. اثبت ده احنا يا دوبك بنسال على عنوان الراجل اتقتل. امال لو بنوصل ايه اللي هيجرى؟ احنا في الصعيد يا انيس، اكيد في طار مشكله هو مش قالك السلم كده؟ يبقى احنا نمشي كده. استر يا رب استر يا رب استر يا رب. ايوه امي، ايه اخبارك؟ واخبار ابوي؟ بقول لك يا باشا والنبي سلمي لي على اتفضل. سلمي لي عليهم كتير. سلام. اتفضل يا باشا. بقول لك يا باشا، كنا بنسال راجل ما يتخيرش عنك بقى الله يرحمه فين بيت السنجابي، فقال لنا ننزل السلم ده وبعدين نسال. تعرفش تدلنا؟ هتاخد مركب من هنا، هتعدي اول شلال، عند الشلال الثاني. جالك كلامي شوف اهو. هتقول لي ان ده طار برضه؟ لا ده مش طار، ده اساسا كان خلاص شبعان من الدنيا، كان باين عليه يعني مغربه عايز يروح. خالد انا مقبوض، ما تيجي نرجع. انت عايز تطلع السلم ده تاني؟ لا طبعا، ده مع الشلال. اتفضل حضرتك اتفضل.
بني ادم اهو. يا ريس والنبي نروح بيت السنجاب ازاي؟ تعالوا اشربوا شاي الاول. يا اخي مش وقت كرم، مش هينفع نقرب. ليه؟ مش عايز افسر في وشك، شرز يروح كده شرز يجي كده. مفيش هنا شرز ولا حاجه، بعد الشرز عليكم. الله يرحمه كان دمه خفيف. على رايك اهو خد الشرز وراح. اهل البلد كلهم ماتوا يا خالد، هنسال مين دلوقتي؟ الله يحرقك. انتوا عم تسألوا عن بيت السنجابي؟ لا. تعالوا معايا. حاضر. هاي مستر سنجابي، ذيس جاك وده هنري. اهلا يا استاذ خالد. ايه عاملين في نفسكم كده ليه؟ والله عندك حق. مساء الفل يا سنجابي باشا. لا مؤاخذة يعني اذا كنا جينا من غير ميعاد. لا انتوا تنوروا في اي وقت. ربنا يخليك. شكرين. رايحين فين؟ هنقعد. انا قلت اقعدوا. قلت لك تنوروا. خير 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 ان شاء الله. احنا جاي لك عشان سوريا اللي انت خطفتها. سوريا دي هي اللي منكد عليا حياتي بسبب البلاوي اللي انا فيها كلها. انت تعرف سوريا؟ ولا ليه علاقه بيها. اخوها موصلت رجعها له. اخوها انت تعرف سوريا؟ ولا اي ليا علاقه بيها خالص، ده انا حيلا اخوها وفي الرضاعه كمان. انت تعرفها؟ لا انا ما رضعتش معاها قبل كده. دي منغص عليا عيشتي ومعصيه مرتي عليا وما عايزيناش نتصالح. طيب انا هصالحك عليها. على سوريا؟ اللي جاب سيره سوريا على همس التمني. منشفه دماغها على الاخر. والناشف يلين بخروجه حلوه بكلمه طيبه، مش بحرب اهليه يا سنجابي. ايوه صح كده. دلوقتي انت موت كل اهلها، فرضنا ان انت عايز تعمل قعده صلح، هتعملها بمين؟ فكرك انا ما حاولتش؟ انا حاولت. ده انا قعدت يومين اتكلم مع ابوها. والله انت راجل عاقل، والكلام طبعا جاب نتيجه. ما جابش نتيجه، كنت بتكلم لوحدي وابوها هيتكلم ازاي واحنا مكممينه؟ مكممينه؟ ما هو من التعذيب قعد يزيط ويصيح ويصرخ. كممناه عشان ما يعملش دوشه. احنا مشمسينه هناك اهو في الشمس عشان الجروح تخف وعشان ما يكمكمش. انا افتكرته تمثال. انا افتكرته محرات. وانا افتكرته مات. الله، طب ما احنا فيها، ما تطلقها. ايه؟ انت بتحبها قوي للدرجه دي يعني؟ يا همس التمني ده الحب كله. انا اول مره شفتها فيها ما انساهاش. كانت بدر منور ولابسه اسود في اسود، تقولش وطواط بالليل. يا خرابي على رومانسيتك. لا وكمان ايه، كانوا كل الحريم اللي حواليها بيصوتوا ويعيطوا وهي واقفه ولا الحجر الصوان. وتد فط في قلبي وقعد. قابلتها وسط الاسوان بتعيط ليه؟ انت شفتها فين؟ في عاد اخوها وانا اللي قتلته. الو لا والله اعرفهم والله. اوعى بقى. الحمد لله ان انتوا جيت. اخويا حبيبي، كنت متاكده انك مش هتسيبني. متاكده انا مش هسيبك. انا اتحايلت عليه عشان يجي معايا. انت دلوقتي مالك؟ انت واحده بتكلم اخوها، انت بتتدخل ليه؟ انا عايزه افهم. يا سرية دلوقتي عايزين نخلص نفهم هي عملت كده بسبب ايه؟ انسى. طبعا انت عايزني اقول سر من اسرار المرضى بتوعي؟ استحاله. انت تقدر تعمل كده؟ عادي ياما عملتها، ايه المشكله؟ عادي. ايه المشكله؟ هتعملي لي فيها صفيه زغلول هنتقتل يا امي. همسك تمام. مش عايزه ترجع للسنجابي علشان بياكل وهو فاتح بقه. بس يا سرية بقى. استنى انت استنى. يعني الحرب الاهليه اللي احنا فيها والناس اللي بتتنشر بره وبتتقتل عشان الراجل بياكل وهو فاتح بقه؟ ما ينفعش يا سرية، ما ينفعش. ده دلع بصراحه. نقول له يقفل بقه ونخلص. اتفضلوا. الله يخليك، واجبك وصل. لا ايه ده؟ في تبن يا انيس؟ ايه ده؟ ايه الاخضر ده بيحش نجيله. طب يا سنجابي نستاذنك نروح مع سوريا عشان نعقل همس التمني. يا ريت تعجلوها وتفهموها ان الصلح هيحصل بالزوج، هيحصل بالعافيه، هيحصل بالدم، هيحصل. لحد دلوقتي اهو مدد يدي بالسلام بغصن الزيتون. والله مجيتكم على عيني وعلى راسي، بس انتم اغراب. وعلى رأي المثل ما يكركب الزريبة غير البهيمة الغريبة. ايوه شوف الالفاظ، شوف النوع. زريبه، ما هي الزريبه متكركبه يا هانم. البهيمه بقى عايزه تصلحها وتغور في داهيه قبل ما الزريبه تتطربق فوق دماغ امنا. يا خال همس يا خال همس، الحقي جت الفهيم. كم من ما فيش ما بيننا. فهم يا ولد عزة. والواطي اخدوا منا. فهم يا ولد عزة. يا حبيب سعاد ومنا. فهم يا ولد عزة.
هم بيصوتوا ولا بيشجعوه؟ اللي انا مستغربه ازاي فهيم ولد عزه ليه التراس؟ بقول لك ايه يا مدام همسه، صدقيني احنا مش جايين نتدخل في خصوصياتك، احنا جايين بس عايزين نرجع الميه لمجاريها. دلوقتي سنجاب ده راجل مش هيقفل بقه من الاخر كده، ده اصلا بيجيب نجيله، واخده بال حضرتك؟ فالحل مش هيبقى من عنده، الحل لازم يبقى من عندك انت يا ست الكل. من عندي كيف يعني؟ الله، قلت كيف يعني؟ ما تطبخلوش الاكل اللي هياكله وهو فاتح بقه. ما انا طفحه ايه؟ طفحيه جالي، هيتزلط من غير ما يتف في وش امنا. يا خلهمس يا خلهمس، الحاج جت ابو سليم. كم من ما فيش ما بيننا. يا سليم يا ولد عزة. والواطي اخذوا منا. يا سليم يا ولد عزة. يا حبيب سعد ومنا. يا سليم يا ولد عزة. انا اللي هيجنني اي حد يموت الاغنيه شغاله معاه، ازاي ما اعرفش. لا انا اللي هيموتني ان هم ولاد عزه، مين سعاد ومنى؟ يا سرية يا سرية، مش وقته دلوقتي، خلينا نخلص. واخده بال حضرتك يا مدام يا همسه؟ خلهمس يا خلهمس، الحاج جت انت ما حدش مالي عينك. يا بنت ما تهمدي بقى، روحي اكتبي كل اللي ماتوا في ورقه وتعالي قوليهم مره واحده. يوه كنا بنقول ايه يما؟ انا ماليش صالح بالموضوع ده. وعلى راي المثل قسموا الحزن طلع الكبير كومي. قالوا لي مظلومه قلت من يومي. بصي يا همسه هانم، بعيدا عن الزريطه اللي احنا فيها دي، انا رايي ان انت تثقلي الموهبه بالدراسه. يا همس، زي ما قلت لك قبل كده، مشكلتك انت والسنجابي مش ان هو بياكل وهو فاتح بقه. انا عايزاكي تغمضي عينك. خدي نفس. انت هتنامي ما غلطيش الغماض يا عيني، هنموت يلا. في ايه يا خالد؟ بشتغل دلوقتي، انت مالك انت؟ ماشي. عايزاكي تفتكري السنجابي زمان، وعايزاكي تقولي لي هو السنجابي بتاع زمان كان بياكل وهو فاتح بقه ولا هو قافل بقه؟ اللهم صل على النبي، كان مخرطه. شفتي؟ اوقات كتيره قوي بتبقى المشكله عندنا احنا، بس احنا بنجيبها في شريك حياتنا عشان ما نطلعش نفسنا غلطانين. خراشي على حنيتك يا سرية. وعلى راي المثل، بعد الخناق والعتاب لازم نصالح السنجاب، مش كده ولا ايه؟ ها حبيبتي؟ بص بقى يا سنجاب، انتوا لازم تكونوا مثال ونموذج لاهل البلد كلهم. اهل البلد بس، للناس كلها. ده انا كاتبه عنكم فاصلين في كتابي ما اقولكوش. فاصلين؟ بيقولوا ايه الفاصلين دول؟ كل حاجه متكلمه عن اسراركم وحياتكم وفضايحكم، كل حاجه همسه التمني قالتها لي كتبتها في الكتاب يا والله. نهارك اسود، قلت لها ان انا كنت بعملها على روحي؟ لا. طب الحمد لله. نهارك اسود، يعني انا اسراري واسرار بيتي بقت على المشاعر ده؟ والله ما حدش بيقراها. قول حاجه يا انيس. مش انا اخوها؟ ما قريتوش. ولعلمك بقى اتباع منه نسخه واحده. بهيم مين اشتراها؟ انا ما اعرفش. انا اشتريتها. انت اللي اشتريت النسخه بتاعتي؟ ايوه قرأت كلمه ولا كلمه. حرام عليك، عملت فيه كده ليه؟ كان نفسي اعرف رايه ايه في النسخه بتاعتي. انا بقول يلا بينا بدل ما نحصله ونعرف رايه في النسخه بتاعتي. طب يا سنجابي باشا، مضطرين نستأذن احنا. سلام عليكم. استأذنوا فين؟ محدش هيمشي من هنا. سناري خدهم على جوه. استنى يا سناري، والله العظيم ما في داعي للعزومه يا سجنبي. انا عارف انه بيت كرم. يا رب مين انت راخر؟ كرم لسه متدقلك قدامنا. يلا بينا نجري. سناري هاتوه. قلت لهم ان انا عذبت ابوكي. تصدق نسيت؟ انا قلت لهم ما نسيتش. يلا يلا يا انيس. يلا. لا مش انت. ايه؟ مش مشكله يا ولاد، مش مشكله. انا هنزل اشبك لك يا انيس. ولما انت تشبك لي يا خالد، انت مين يشبك لك يا ابني؟ يلا يا ولاد. لا يا انيس. طيروا انتوا. لا يا انيس. طيروا انتوا. لا يا انيس. ما تخافوش عليا. مع السلامه. لا يا انيس. مع السلامه يا انيس. واحنا هننزل المنطاد اللي احنا طلعنا بيه ده ازاي؟ سوريا، ما تخافيش على انيس، اخوك يسلك في اي حاجه. لا ما انا عارفه، انا مش قلقانه عليه. فاكر اخر مره ركبنا المنطاد ده يا خالد؟ في شهر العسل. هو احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ سنجابي جري ورانا كان هيقتلنا، جبنا المنطاد، كنت معايا. خالد انا ما بهزرش، ايه اللي حصل لي انا وانت؟ ما اعرفش يا سوريا. وبعدين انت بتساليني مش انت الدكتوره سوريا بتاعت العيادات والكتب، خبيره العلاقات الزوجيه. عندك حق، بس على فكره انا ما اتغيرتش لوحدي، انت كمان اتغيرت.
انا حاسه ان الاتنين اللي راحوا شهر العسل رجع 2 غيرهم مش احنا. عارفه ايه السبب؟ ان اللي سافر احنا زي ما انت بتقولي، بس اللي رجع انت وانا. يا نهار اسود، ده البهنسي هو. واقف يا جدع انت هو المزيكا. عامل ايه يا خالد باشا؟ وحشني. حارس، هو انا اسيب لك الارض تطلع لي السما؟ يا باشا احنا ما ينفعش نتقابل صدفه كده كل مره، لازم ناخد نمر بعض. مبروك يا عروسه. وانت رقم كام بقى ان شاء الله؟ اللي بتبص لي ليه؟ الجدع بيحب يهرج. ما تسمعونا زغروطه بقى. بقول لك ما تعرفش البتاع ده بينزل ازاي؟ سهله وبسيطه يا خالد باشا اهو. مفيش وقت عشان اشتمك. الله يحرقك يا بهنسي، دعوه من واحد متعلق في الهوا. ما لحقتش اديله النمره. دي واقفه ارفع الله لول يا لول يابا. ها يا ولاد، جاهزين؟ الموضوع متذاع على الهوا، ما تصغرونيش. جاهزين يا ابو اف بي. بجد؟ انتوا كده جاهزين؟ ربنا يستر. أعزائي الحضور، تحت شعار خليكم محضر خير والصلح خير، واللي عنده كلمة حلوة يقولها واللي ما عندوش ينقطنا بسكاته، نحب نبدأ أحداث الحوار المجتمعي النهاردة للصلح بين المطلقين. النهاردة هنستعرض إيه هي المشاكل اللي وصلتنا للي احنا فيه والمقترحات المطروحة للوصول للحل ده إذا لقينا. اعمل بيها ايه؟ عشان الشكل منظر يعني. بيشرف على حوارنا المجتمعي النهارده اسعد زوجين في مصر، نموذج لكل راجل وست في التفاهم والود. لو اختلفوا صوتهم ما بيعلاش، واذا عالي فده معناه ان هم بيرتقوا بالحوار. عايزكم ترحبوا معايا بعد اذنكم بطيور الحب، عصافير العشق والغرام، الأستاذ المذيع المشهور أستاذ خالد مختار وزوجته الدكتورة سوريا الببلاوي. وأخيرا أنيس الببلاوي محامي طلاق والطلاق انطلاق. في الفترة اللي فاتت احنا عملنا حصر للأسباب والنهاردة هنناقشها. أستأذنكم محيي ممكن تدخل الأسباب لو سمحت. وين ده المحيي وانا لا ليه؟ زي ما احنا شايفين مع بعض دي اسباب الست. محيي انت واقف تعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. دي اسباب الستات اللي مخلياهم مش طايقين يعيشوا مع ازواجهم، مع اعتبار جوزي بيشخر وهو نايم، بيطلع اصوات غريبه وهو نايم، بيشد اللحاف، مش عارف. كل موضوع الاصوات ده تحت بند واحد. نيجي لأسباب الرجالة. الحقيقة أسباب الرجالة بتتلخص في الورقة دي 4 أسباب. 1 النكد، 2 الزهق، 3 الزن، 4 ما بتسيبنيش أخرج براحتي مع أصحابي. حضرتك احنا مش جايين هنا نتكلم على المشاكل، ما احنا عارفينها وعايشينها، احنا عايزين حلول. ما تقول حاجة يا أستاذ خالد. مساء الخير عليكم جميعا. أنت عارف يا أستاذ الجواز عامل زي إيه؟ الجواز عامل زي الأوضة، والأوضة دي المخرج منها الوحيد هو الطلاق. وللأسف الأوضة دي بتتكركب، فلو الست وجوزها ما خلصوش من الكركبة دي أول بأول هيضطروا يخرجوا منها. انت قريت الكتاب؟ طب معلش، الكركبة دي بقى يا أستاذ خالد تتروق إزاي عدم لا مؤاخذة؟ للأسف يا أستاذ أنا ما عنديش إجابة للسؤال ده،
بس لحسن حظكم ان الست اللي انا متجوزها عندها الاجابه. اتفضلي يا دكتور. مشكلتنا ان احنا ما بنتكلمش. بنتكلم عن العيال والبيت والمصاريف وبننسى نتكلم عن الحاجات اللي مضايقانا بجد. بالظبط. اللي اهم من الكلام السمع، لان ايه فايده الكلام من غير سمع؟ زي البلغه اللي قاعد بيتكلم وانا بشرح، من صباحيه ربنا صوت اتلبح. ده بلغه. خلاص يا خالد زي كده ما خالد بيقول بالظبط. يعني احنا بنسمع بعض وبنقدر بعض، وعشان كده هتلاقونا اسعد زوجين. باردون، انا عايزه اقول كلمه. حضرتك يا استاذ خالد، انت والمدام جايين تفهمونا ان انتوا حليتوا كل مشاكلكم وعايزيننا نعمل زيكم، بس انتوا ناس كدابين. مين دول اللي كدابين؟ ما تحترمي نفسك. الله اكبر. ايه يا خالد انت مش سامع هي بتقول ايه؟ صلي على النبي، صلي على النبي. ايوه كدابين، ويمكن جوازاتكم افشل من الجوازات اللي حوالينا. وحضرتك بقى بتقولي كده على اساس ايه ان شاء الله؟ على اساس لما قررت ابوظ الدايت يوم الثلاث كان نفسي اكل حواوشي، وللاسف طلبت الهوت لاين بتاع الدكتوره سوريا بالغلط، وسمعت اللي انا هسمعه لكم دلوقتي. نسمعه كلنا بقى كده مع بعض. ايوه ده الخط الدافئ مع سوريا. اقفلي سوريا مين؟ مش وقته، اقفلي. طب بعد اذنك بس 10 دقايق بالظبط عشان جالي شغل، هرجع اكلمك. شكرا شكرا. في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ مش في مصيبه جوه، عايزين نشوف هنعمل ايه. واحنا هنعمل كده فعلا؟ احنا لازم نفكر في مصلحتنا برضه. يعني الناس لو رجعت لبعض كتابك هيتباع منه بدل النسخه مليون، وانا كمان برنامجي هيشتغل كويس قوي. وهو منها برضه نبقى عملنا خير ورجعنا الناس لبعضها. اهو الكلام واضح، احنا كل همنا الناس. توظف الناس، توظف الناس يا سرايا، المهم مصلحتنا انا وانت وانيس. كفايه بقى تضحكوا على الناس وتخدعوهم وتكذبوا عليهم، كفايه. وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ يلا قوموا. شكلها باظت. بتضحك عليا. من الواضح ان احنا بوظنا حياه الناس، مش حياتنا احنا لوحدنا. عارفه يا سرايا، الواحد دايما لما كان يجي يتفرج على الافلام ويجي اخر مشهد تلاقي العريس جنب العروسه والناس مبسوطه وفرحانه، وتنزل كلمه النهايه، كنا بنبقى فاكرين ان الفيلم خلص، اتاريه بيبتدي. انا مشكلتي يا سرايا اني اتعاملت مع الجواز انه هدف زي اي هدف. تتخرج، تشتغل، تتجوز، بس عمرنا فكرنا هنعمل ايه بعد الجواز. الست ما بتسيب شغلها وتقعد في البيت تاخد بالها من جوزها، ده ما بيبقاش ضعف منها، بالعكس هي بتعمل كده عشان بتحب. كل اللي بتبقى عايزاه بس ان هو يهتم بيها، ياخد باله منها، يقول لها كلمه حلوه. اما ده بقى ما بيحصلش، تحس ان هي ملهاش لازمه وانها مش ست اصلا. صح يا سوريا، لأول مرة يبقى عندك حق. انت عارفة الظاهر ان المشكلة مش فينا، المشكلة في الفكرة اللي احنا واخدينها عن الجواز. سوريا الجواز مش اتنين بتضربوا في خلاط عشان يطلعوا شخص واحد، لا. انا مش انتي وانتي مش انا. انت ليكي حلم وانا ليا حلم، انت ليكي طموح وانا ليا طموح. متهيألي اللي دور كل واحد فينا انه يطلع احلى ما في التاني، مش تفيق. كويس ان انا وانت اتكلمنا وكل واحد اتكلم من قلبه وطلع اللي عنده. بعد بقى ما عرفنا الكلام ده هنعمل ايه؟ مفيش حل تاني يا سوريا غير ان احنا نجرب من الاول. تفتكر هينفع؟ والله نجرب، مش عارف يعني. انت وراكي حاجه؟ انت وراك؟ انا شخصيا ورايا احلى واجن ست في مصر. انا كنت متاكد انكم مش هتتطلقوا. اشمعنى؟ اقول لك على حاجه، الناس اللي بيجوا لي المكتب علشان يطلقوا نوعين، نوع متجوزين عشان عايزين يبقوا متجوزين، والنوع التاني علشان بيحبوا بعض. الجماعه اللي بيحبوا بعض دول بقى انا مش باخد قضاياهم،
لانهم بيضيعوا وقتي على الفاضي زيكم كده. بس كويس ان انا اطمنت عليكم. عموما للاحتياط برضو خلي الكارت معاكم، ده عليه خصم 15%. هترجع تطلق في الناس تاني يا انيس؟ طول ما في جواز طول ما في طلاق، وطول ما في طلاق يبقى في انيس. بدوي اكرتهم بالمذهب. انيس الببلاوي محامي طلاق، خصم 15% على حامل الكارت. انيس الببلاوي محامي طلاق، 15% على حامل الكارت. قولي لي اللبس متظبط؟ خلي بالك ده زعيم ميليشيا، ممكن نروح في 60 داهيه. يا خالد انا بقيت زميلتك في البرنامج، يعني المفروض تثق فيا اكتر من كده شويه. وبعدين ما هي فكرتك ان احنا نعمل حلقه عن تهريب الاثار. هتسيح لنا. وبعدين قلت لك ما تجيش معايا وانت حامل. لما طفل يشوف امه بالمنظر ده يكمل بقيه حياته ازاي؟ ها؟ يا سلام، على اساس ان انت لابس مهندس. ايه اللي انت لابسه وايه الحسنه دي؟ دي الكاميرا. يا راجل والله. بص ايه ده؟ الله الله الله. ايه ده؟ انتوا جايين تتاجروا في الاثار ولا جايين تافطروا؟ احنا جايين نتاجر في الاثار يا باشا. اتفضل. لقيتها فين الحته دي؟ عقبال امالتك احنا كنا بنفور الحمام واحنا بقى بنبلطه لقيناها تحت الكابينيه، بس ما تخافش دي اصلي. طفايه فرعوني؟ ولاعه فرعوني؟ ايه؟ ما فيش بفر فرعوني؟ يوه، ده الفراعنه دول كانوا حريقه سجاير. الفراعنه حريقه سجاير؟ امال السجاير الكليوباترا دي جت منين؟ الواد يا حاجه. سمعت ياض عن عريس النيل؟ عروسه النيل يا باشا، مش هنزاف التاريخ اهي. عريس النيل، عروسه النيل، انتوا الاثنين هتموتوا. ايه هو لسه ضرب؟ ده احنا ما ترقعناش قلم واحد. مش هو يا خالد. انت ولادي؟ معلش يا باشا بقى، هروح اريح المدام وارجع لك، وانت سيد العارفين. يلا يا بنت. ابوس ايدك، امسكي نفسك لحد ما نوصل لاقرب مستشفى. صوتك بيعلى حتى واحنا بنهرب. هنسميه مختار، يعني هنسميه مختار.